بسم الله نبدأ في كورس أدوبي فوتوشوب. في البداية أول ما نيجي نسطب البرنامج هينزل معانا الواجهة بتاعته بالشكل ده. في الكورس ده أنا عايزك تبقى صافي البال وانت بتتفرج عليه، لأن أنا هشرح فيه حاجات كتيرة جدا، لازم تبقى مركز وقاعد فاضي وانت بتسمعه. في الأول هنيجي هنلاقي دي الويندو اللي بتفتح لنا أول ما نيجي نفتح البرنامج. فوق في الناف بار أو الأيكونز اللي فوق دي، وفي على الشمال الايكونز اللي على الشمال او التولز اللي على الشمال. طيب، في الاول احنا هنحتاج نعمل حاجة عشان نبدأ نشرح عليها الفوتوشوب. هنعمل حاجة، هنقف عند القائمة بتاعت فايل وندوس نيو، وبعد ما بندوس نيو بروجكت هننزل مثلا بالمقاس 1080 في 1080. طيب، حد هيقول لي ايه الاعدادات بتاعه النيو بروجكت؟ لو انا جيت عملت فايل وبعد كده دوست نيو هيجيلي الويندو بالشكل ده. طبعا دي حاجات انا كنت فاتحها او مقاسات انا كنت فاتحها قبل كده، مالكش دعوه بيها، انت مع الوقت هتعمل مقاسات خاصه بيك انت، بس اللي يهمك كله في السكشن اللي على الشمال ده. انا لما هاجي هفتح نيو بروجكت هاجي اختار الويتس او العرض والطول او الهايت بتاع البروجكت او بتاع الارت بورد اللي هنشتغل عليه. تمام. في هنا الويتس ده احنا لسه قايلينه، وده الهايت. على اليمين كده في القايمة بتاعة البكسلز والانش والسنتيمتر والمليمتر والبوينتس والبيكاس وحاجات زي كده. طيب، في العموم انت مش هتشتغل غير على البكسلز وعلى السنتيمترز. طبعا موضوع الانش ده لو في حاجة بتشتغل لها للويب ديزاين او حاجة ليها مقاس معين، طبعا هشرح لك يعني ايه انش لوحده منفصل، بس مش عايز ادوشك بتفاصيل انت مش هتحتاجها دلوقتي. البيكسلز ده اساسي بتشتغل بيه، وده اللي قايم عليه اصلا برنامج الفوتوشوب بنفسه. والسنتيمتر والمليمتر ده المقاسات بتاعه الحاجات اللي بتروح تطبع، او المقاسات العينية او المقاسات بتاعه القياسات نفسها يعني. تمام. انا هختار بيكسلز وهعمل 1080 في 1080. طب ليه انا اخترت 1080 وليه ما اخترتش اقل او اكتر؟ 1080 لما بتيجي تشتغل عليه تصميمات سواء سوشيال ميديا او يعني حاجة تخص الشاشات بشكل عام، ده المقاس اللي بتستارت بيه ان الصورة تبقى الكواليتي بتاعتها حلوة. 1080 يعني اتش دي. تمام. طبعا احنا لو حبينا نزود عن كده هنزود، اوكي، بس ال 1080 مظبوط وبنشتغل بيه بقالنا فترة كبيرة. هنيجي تحت هنلاقي حاجة اسمها الريزوليوشن. الريزوليوشن هي القوة او الدقة بتاعة الارت بورد اللي انت تفتحه، اللي هو مقاسه 1080 في 1080. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا دلوقتي لو وليكن انا هعمل اديت على صورة معينة او هعمل اديت على تكست معينة، او خلينا نعمل الموضوع ده عملي. هنخلي الريزوليوشن ده في الاول مثلا وليكن 72 بيكسل انش زي ما هو، هنسيب كل الكلام ده زي ما هو بالظبط وهندوس كرييت. تمام. هوريكم ايه اللي هيحصل دلوقتي. بعد ما عملنا الويندو او فتحنا السكيل الجديد ده، هنيجي نسحب صورة زي الصورة دي كده ونحطها على الجهاز بتاعنا. بعد ما فتحنا الويندو اللي اشتغلنا عليها اللي هي 1080 في 1080 الريزوليوشن بتاعها 72، هنيجي نحط الصورة وليكن اللي احنا اخترناها دي هنا، ونبدأ نعمل لها ستريتش على قد السايز نفسه. تمام. دلوقتي احنا قلنا في البداية ان الفوتوشوب بيشتغل بنظام البيكسلز. ايه هي البيكسلز؟ البيكسلز بوضوح وببساطة جدا اي حاجة عبارة عن صورة يبقى بتشتغل بنظام البيكسلز. طيب ايه هو البيكسلز؟ تعالوا بصوا لما بنيجي نعمل زوم ان كده على الصور، بصوا المربعات اللي ظهرت دي. المربعات دي او المربع ده مثلا او الحتة الصغيرة دي كده، ده بيكسل. اوكي. طبعا احنا كل مربع منفصل، يعني لو انا عملت ده كده قد ده مثلا، ده 4 مربعات في بعض، المربع الواحد فيهم هو ده البيكسلز. طيب يعني ايه البيكسلز برضو يا نادر؟ يعني انا دلوقتي علشان اعمل صورة الفانوس ده، هو عبارة عن مربعات بتدارج الوان معينة لازقة في بعض زي ما انتم شايفين كده. لما بنيجي نبعد بنلاقي شكل الفانوس بتاعنا واضح. تمام. ايه بقى فايدة ال 72 وال 300 والكلام الجميل ده كله؟ انا لو معايا الصورة بتاعتي هاي كواليتي وهنزل بتصميم سوشيال ميديا،
تمام. تصميمات السوشيال ميديا سواء انت رفعت الريزوليوشن بتاعها عالي او ما رفعتوش، هو بيبقى شغال بنمط او بريزوليوشن معين. يعني ايه؟ يعني انا لما باجي ارفع صورة من الصور او بوست من البوستات اللي انا عملت لها تصميم على الفيسبوك مثلا، البوست اللي بيترفع ده بيترفع على الموقع نفسه. الموقع عشان يرفع لك الصورة دي بيحاول يرفعها لك بأقل الحجم او اقل الاحجام. ليه هو بيعمل كده؟ عشان طبعا عنده حجم داتا كبير جدا لناس كتيرة واكونتات كتيرة على فيسبوك، فطبعا لو رفع كل واحد بنفس الريزوليوشن اللي هو عامله، اذا هياخد حجم داتا كبير. طيب انا لما هعمله 72 او هخليه 300 هيزيد عليا حاجة او هيفيدني بحاجة؟ هيفيدك كتير جدا. هيفيدك انك لو انت معاك الاليمنت او الصور اللي انت بتشتغل بيها او البوست بشكل عام اللي انت هتشتغل عليه على الفوتوشوب، لو الحاجات دي كويسة، الريزوليوشن ال 300 بيخلي الحاجات دي تظهر كويسة. لما بنيجي نقلل الريزوليوشن ده، الريزوليوشن لما بيقل يبقى اذا لازم الحاجة اللي الريزوليوشن بتاعها قل ده تبقى بعيدة عنك. يعني ايه؟ يعني انا لو ماشي مثلا على كوبري او على محور او على دائري، بنلاقي فيه يافط كبيرة مضيئة اللي بتبقى على الطريق دي اسمها البيل بورد. تمام. اليافط دي علشان تطبع بالحجم ال5 متر او ال10 متر ده، مفيش او يعني ما يستحبش ان الجهاز اللي يعمل التصميم ده يشتغل 5 متر مثلا في 3 متر طول ويعمل ريزوليوشن 300. ليه؟ حجم البروجكت نفسه هيبقى كبير جدا لما يعمل له سيف عنده، فده هيأثر عليه برضو حتى في اللودد. لما يجي ياخد البروجكت علشان يطبعه هياخد منه وقت كبير جدا علشان يقدر يفتحه او يشتغل عليه، فبينزل الريزوليوشن من 300 ل 72. خلوا بالكم 72 ده اقصى حاجة تقدر تنزل عنها، ما تنزلش 71. 72 ده اخر حاجة او اول حاجة تقدر تحطها في الريزوليوشن. ما تعمليش ريزوليوشن 50، ما تعمليش ريزوليوشن 30، ما فيش الكلام ده. استارت حضرتك من 72، قدرت ترفع عن كده كله في مصلحتك في الاول وفي الاخر. يبقى احنا كده فهمنا موضوع الريزوليوشن والبيكسلز. تمام. هنرجع بقى لمرجوعنا او للدرس اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. احنا بعد ما فتحنا اللاي اوت او البروجكت ده، في تولز على الشمال كتيرة جدا، وفي فوق الناف بار او الحاجات اللي فوق ديت. طيب احنا هنشرح حاجة حاجة. اولا انت عندك حاجة اسمها الموف تول. الموف تول يعني انا لو عامل مثلا وليكن دايرة بالمنظر ده هنا كده، وعاوز احرك، ايه ده؟ شفتوا انا حركتها ازاي اصلا؟ بصوا انا بتحكم فيها ازاي، بحركها في الارت بورد بتاعي عن طريق الموف تول. تمام. لو انا جبت اي حاجة تانية عشان احركها مش هيتحرك، لان الموف تول هي اداة معمولة انك تحرك بيها العناصر داخل الارت بورد بتاعتك. تعالوا خلوا بالكم من الحتة دي. لما باجي اسحب الدايرة اطلعها بره كده بتختفي، لكن هي استيل موجودة. طيب ايه اللي بيخلي الدايرة تختفي مع اني في ادوبي الستريتور بقدر اشتغل اوت سايد وبشتغل ان سايد؟ لان ده ليه نظام في الشغل وده ليه نظام في الشغل. الفوتوشوب بيشتغل ان بروجكت او في الانسايد بتاع البروجكت او اللي اوت اللي انت عامله اللي هو 1080 في 1080 وما بيشتغلش بره. الادوبي الستريتور بيشتغل انسايد وبيشتغل اوتسايد. طيب لما باجي اعمل سيف سواء في فوتوشوب او ادوبي الستريتور بيعمل لي سيف للانسايد، لكن الستريتور بيديك ميزه ان انت تشتغل اوت بورد برضو في نفس الوقت. يبقى انا كده فهمت يعني ايه الفوتوشوب بيشتغل ازاي، وايه النظام بتاعه او ايه الفرق بتاعه بينه وبين ادوبي الستريتور. دي اول حاجة احنا شرحناها النهاردة اللي هي الموف تول. طيب هنمسح الكلام ده، هنيجي للادوات اللي تحت منها. الادوات اللي تحت منها هتبقى اللي هي الريكتانجل ماروكي تول، وعندك الاداة اللي هي اللي زي الريكتانجل دي بس بدل ما هي ريكتانجل على شكل دايرة، وعندك السنجل رو ماروكي نفس الكلام ده كله بس باختلاف الشكل بتاعها. طيب دي بعمل بيها ايه؟ انا دلوقتي عندي المستطيل ده. المستطيل ده انا هخليه لاير وهفهمكم كل حاجة دلوقتي واحدة واحدة. هنخلي المستطيل ده بالشكل ده. الاداة بتاعت اي اداة من الاربعة دول، بس خلينا في اول واحدة اللي هي الريكتانجل او الاداة المستطيلية بالشكل ده. دي بتديني امكانية ان انا
اقص او اعمل ديليت لحتة انا عامل لها سيلكت عن طريق الاداة دي. يعني ايه؟ يعني انا واقف على اللاير بتاعي هنا، لو انا عايز اقص الحتة دي بس انا علمت بالاداة، لو دوست ديليت هيعمل لي ديليت ليها. يبقى اذا انا فهمت هنا ان الاداة دي بتعمل زي تحديد للعنصر اللي انا هعمل له ديليت. طيب تعالوا بقى نخش على الأداة اللي بعد منها، نفس هي بالظبط، بس بدل ما بعمل مستطيل هعمل دايرة، وهاجي همسح هيمسح لي الأوبجكت أو الحتة اللي أنا معلم عليها. نفس الكلام برضو التلات أدوات أو الأداتين اللي تحت منهم. تمام. هنيجي بعد كده للتلات أدوات اللي تحت منهم، اللي هي اللاسو تول أو اللي هي اللاسو بشكل عام، بس طبعا دي المين بتاعتهم، ودي البلويجمنت دي بتبقى مختلفة شوية عنها، نشرح كل حاجة فيها. اللاسو تول، انا دلوقتي عملت الشيب ده، ركزوا معايا احنا شغالين على نفس الريكتانجل او المستطيل ده. لما بجيب اللاسو تول، الفرق بين اللاسو وبين الريكتانجل ماروكي تول ان دي حادة شوية او منظمة او بتشتغل عن طريق العرض والطول، فمظبوطة جدا، يعني يا تنزل تحت يا تروح على اليمين والشمال. طيب الفرق بينها وبين اللاسو تول ان اللاسو تول بقدر اعمل اللي انا عايزه، بتحرك فيها بايدي براحتي. بصوا لما بنيجي نتحرك كده، عايز اعمل كده مثلا، هي بتعمل لك سيلكت على الشكل اللي انت بتعمله بايدك، يعني بتديك حرية في التعامل كتيرة او كبيرة جدا. لو هاجي هعمل ديليت هيعمل نفس الكلام. تمام. الاداتين اللي بعد منهم البلويجمنت، دي بتبقى عبارة عن نقط. لو انا دوست كده هنا، بصوا دوست نقطة، وبعد كده انا مش دايس على حاجة، انا دوست نقطة مرة واحدة بالشكل ده، وبعد كده بحرك الماوس بتاعي، بدوس نقطة مثلا هنا، وبعد كده ادوس هنا، وبعد كده مثلا ادوس هنا. يبقى اذا دي بتعمل لي سيلكشن برضو زي الادوات اللي فوق، ولكن بنظام مختلف. لما اجي اعمل ديليت او اعمل اي حاجة هتعمل معايا. تمام. نفس الكلام الاداة اللي تحت منها. هنيجي بقى للكويك سيلكشن تول والماجيك واند تول. طيب عشان نعمل الكويك سيلكشن او الماجيك واند، هنيجي مثلا هنا ونخلي ثانية واحدة، هعلمكم كل حاجة بس خليكم مركزين معايا. تمام. انا معايا المستطيلين دول، لو انا جبت الماجيك او الكويك سيلكشن، الكويك سيلكشن بتشتغل ازاي؟ الكويك سيلكشن بتبقى شوية اداة فيها نوعا من الكرياتيفيتي في التظليل، او انها تعمل لك سيلكت على لاير او اوبجكت انت واقف عليه. معلش قول لنا اكبر من كده. يعني انا دلوقتي جايب الكويك سيلكشن بتاعتي، فوق هلاقي 3 حاجات. هلاقي ان الكويك سيلكشن العادية اللي هي المين بتاعتي، وهلاقي انها تبقى زائد او ناقص. يعني ايه زائد او ناقص؟ انا دلوقتي جبت الاداة العادية وواقف على الزائد، لو عملت كده هي عملت سيلكشن على الشيب كله او اللاير كله. لو انا جبت الاداة اللي هي بالناقص من فوق دي وجيت عملت كده، يبقى اذا هنا هي دي بتدي لك مساحة انك تختار كل حاجة في الشيب ده، وتيجي عند اللي هي بالسالب تبدأ تمسح من الاختيار اللي انت علمت عليه، او من التحديد او التظليل اللي انت علمت عليه. يبقى اذا انا عندي هنا شيب مثلا، وليكن الشيب ده كله، تعالوا نجيبها كده، الشيب ده كله كده، نقف على اللاير، الشيب ده كله انا معلم عليه. لو انا وقفت على السالب وجيت عملت كده من هنا، هيمسح لي اللاير اللي انا عملته. يعني عملت كده، بصوا مسح لك جزء. لو انا جيت كده هتمسح جزء تاني، بس طبعا عشان ده لون واحد فهي الموضوع مش احسن حاجة او مش واضحة بالشكل الصحيح. ممكن نخلينا نعمل لها زي جريدينت او تدارج الوان علشان نفهم بيه القصة بتاعتنا ماشية ازاي. بصوا هنعمل مثلا درجتين اللونين دول، هاجي الموجب واعمل كده سيلكت عليها، عمل سيلكت جماعي عليها. لو انا جيت من تحت عملت كده، بصوا هي بتطلع معايا واحدة واحدة عشان في تدرج الوان، في غامق وفي فاتح، فانا بمشي واحدة واحدة لغاية لما بكون واقف في المكان اللي انا عايز امسحه. وبعد ما بمسح ببدأ اشوف انا هعمل ايه في الاوبجكت او اللاير اللي انا بشتغل عليه. تمام. كده انا فهمت يعني ايه الكويك سيلكشن تول. طيب احنا هنعمل ريموف بس للكلام ده. دلوقتي انا عندي ادي لون وادي التاني، وناخد ده نخليه مثلا وليكن لون اخضر.
تمام. ايه بقى الماجيك واند تول؟ دي اداة ابداعية جدا. بتعمل ايه الاداة دي؟ انا عندي 3 الوان اهم. تمام. عايز اعمل سيلكت للون واحد فيهم، او يعني عاوز اخد لون واحد في الاوبجكت التلاتة دول. لو انا جبت الماجيك واند ودوست على الاحمر، ثانية واحدة، لو انا جبت، انا واقف دلوقتي على اللاير بتاع مثلا اللون الاحمر ده اللي هو على الجنب ده، وجبت الماجيك واند بتاعتي ودوست عليها كده، هيعمل لي سيلكت عليها كاملة. طيب لو نيجي نجرب نخلي اللون الاحمر ده مثلا واخد جريدينت او واخد تدرج الوان، وجبت الماجيك وعملت كده، هيعمل لك سيلكت على اللاير كله. يعني ايه؟ يعني انا لو واقف على لاير من دول وعاوز اعمل له سيلكت، هاجي اقف بالماجيك واند كده وادوس كده وادوس عليه هنا، هيعمل لي سيلكت على اللاير كله. ببدا احركه ازاي؟ بخفي جدا خالص القصه بتاعه السيلكشن دي، واجي بالموف تول ابدا احرك في اللاير اللي انا عايزه. في طريقه تانية دلوقتي، مثلا انا عندي اللاير الاولاني ده اسمه ريكتانجل واحد، لو انا دوست كليك يمين عليه هيقول لي ايه، انت عاوز تروح للريكتانجل واحد ولا عايز تروح للباك جراوند؟ طب اقول له والله لا، عايز اروح للريكتانجل واحد. الكلام ده معناته ايه؟ انا واقف على الشيب الاخضر ده وعايز اجيب الاحمر اللي في الظهر، هروح بالماوس كده وادوس كليك يمين عليه. الكليك يمين اللي انا عملتها دي هتقول لك حاجه من اتنين. انا دلوقتي عندي باك جراوند بيضه في الظهر، وعندي الريكتانجل الاحمر اللي واخد جريدينت ده، بس انا عاوز اعمل سيلكت عليه او عاوز اجيبه عشان ابدا احركه. لما بدوس كليك يمين والاقي ان اسمه هنا ريكتانجل واحد اللي هو ده هنا ظهر لي، هدوس عليه كده. بعد ما بدوس هيجي يعلم لك عليه اوتوماتيك، هبدا بعد كده اغير. الكلام ده لو طبقته على الاسود هلاقي ان هنا بيقول لي ايه، انت عندك الباك جراوند والريكتانجل واحد، وعندك الريكتانجل واحد كوبي اللي هو الاسود. لو دوست كده هبدا اجيب الاسود بتاعي. يعني معنى كده لما باجي ادوس كليك يمين والاقي اول اختيار ده، يبقى هو الاختيار اللي انا واقف عليه بالماوس. تمام كده؟ تمام. هنيجي بعد كده للادوات بتاعه الكروب تول. طيب ايه هي الكروب تول؟ انا دلوقتي وليكن فاتح البروجكت ده 1080 في 1080، بس انا عايز اقص من البروجكت نفسه. يعني انا البروجكت مثلا عايز اصغر حجمه شويه، هاجي عند الكروب تول، اول ما بدوس عليها كليكه واحده بيعمل لي التظليل اللي حضراتكم شايفينه ده. هاجي من اي جنب فيهم وادوس كليكه واحده هيعمل لي السلكت اللي هو اتعمل ده. هبدا اصغر الحجم او ازود الحجم براحتي، ابدا انقص من فوق، اكبر من تحت، كل الكلام ده براحتك. تبدا تزود وتنقص براحتك خالص ولا اي حاجه. وبعد ما بتيجي تعمل كده هتدوس يا اما انتر يا اما هتدوس على علامه صح. يبقى اذا كده انت فهمت الكروب بتعمل ايه. البرسبكتيف برضو نفس الكلام شويه. لو انت جيت عملنا كده بتبدأ ترسم شكل شوية بيضاوي او بيترسم زي بالرسم البياني، او شغال شوية بنسبة معينة. بتبدأ تحدد انت عايز تقص منين. هاجي ادوس نقطة هنا مثلا، وهاجي ادوس نقطة هنا، واقول له مثلا ايه النقطة التالتة هنا. لما باجي ادوس على النقطة التالتة هاجي اقف هنا كده ثانية ونعمل كده. تمام. بعد ما عملت الثلاث نقط دول، بصوا كده من هنا ممكن تبدأ تصغر بالحجم ده يصغر معاك بالشكل ده. يعني اذا الادوات دي كلها شغالة على الكروب تول. طيب السلايس تول دي هنشرحها وهفهمها لك واحدة واحدة، بس خليني اشرح لك الحاجات المهمة الاول اللي انت حرفيا هتشتغل عليها وهتحتاجها في الاول. لكن الحاجات دي هنشرحها. السلايس دي حاجات بتقطع بيها لاير معين. يعني انا لو عندي مثلا مستطيل بالشكل ده، تعالوا نجرب نعمله كده، بس ايه، نكبر البروجكت بتاعنا ونجيب السلايس تول ونعمل مثلا حتة زي كده، ونعمل مثلا حتة اوكي 3، ونعمل الحتة الرابعة دي.
طيب ايه اللي عمله هنا؟ اللي عمله هنا ان انت بدأت تعمل زي سيلكت او تقطع الشيب اللي انت واقف عليه لاجزاء. لما هتيجي تعمل سيف، لما هاجي اعمل سيف كده من هنا، هنيجي نعمل سيف فور ويب، بتبدأ تشوف انت واقف على انهي شيب فيهم اللي انت عايز تقصه. طب يعني ايه تاني؟ معلش اكتر. دلوقتي انا عندي، هنرجع عن الكلام ده خالص، هنكبر الشيب بتاعنا ده، تمام، وهنيجي مثلا نعمل هنا واحد تاني وليكن لونه ده، وناخد واحد تاني هنا وليكن هيبقى لونه ده، تمام. انا هجيب السلايس تول. السلايس تول انا هبدأ اعمل بيها زي شكل كده، او ابدأ اقص من هنا كده، اكبر دي كده لغاية هنا، تمام، وادوس كده واحد تاني هنا، ونبدأ ناخد مثلا الابعاد بتاعة اللون الاسود ده من هنا كده. ركزوا معايا، الحاجة دي مهمة جدا، هتفرق معاك وانت شغال. وهبدأ اعمل واحد تاني هنا، كبر دي كده للاخر، ونعمل واحد كمان هنا، مفيش مشكلة. انا بعمل لك كده عشان تفهم ازاي السلايس تول بتشتغل، تمام. لو انا جيت اعمل سيف اكسبورت وبعد كده سيف فور ويب، تمام، السيف فور ويب عمل حاجه كويسه. معناته ايه الويندو دي كلها؟ لو انا جيت دوست دوسه واحده مثلا اللون اصفر، ولو دوست عليه هيعلم لي عليه بالشكل ده. لو انا جيت عملت من هنا ان انا عايز الصوره اللي تطلع مثلا بي ان جي، وعملت سيف، هيطلع لي الصوره دي بس من البروجكت كله. لو انا دوست شيفت وبعد كده دوست مثلا على اللون اللي تحت منها، يبقى هو هيطلع لي الحتتين دول في الصوره لوحدهم. لو انا دوست على واحده بس فيهم، هيطلع لي الجزء اللي انا علمت عليه. معناته ايه الكلام ده؟ معناته ان انا لو انا عندي بروجكت كبير جدا في شويه تفاصيل، او في تصميم في تفاصيل كتير، وانا عايز اخد جزء بس من التصميم ده ويتعمل لي ليه سيف كويس، باجي اعمل بالسلايس تول المكان او التحديد اللي انا عايز اعمله. وبعد كده لما باجي اعمل سيف فور ويب، واجي اختار النوع الصوره اللي انا عايز اشتغل عليها، واحدد على المكان اللي انا عايز اطلعه لوحده، اول ما بدوس عليه كده بيعلم لي عليه، هدوس سيف هيطلع معايا البروجكت كامل. كده احنا فهمنا يعني ايه سلايس تول. تعالوا نرجع عن الكلام ده كده خالص، تمام، نمسح الكلام ده، تمام. هنيجي بعد كده للاي دروبر تول. دي موجودة برضو في ادوبي الستريتور، وقد تكون في كل برامج ادوبي. طيب يعني ايه الاي دروبر؟ انا هعمل مثلا وليكن بعض الالوان كده للمربعات دي، وناخد لون مثلا زي ده، تمام. هنكتفي بالاربع الوان او الاربع شيبات دول. هنجيب دول نشتغل عليهم في النص كده بالظبط، تمام. انا عندي مثلا وليكن في تكست اسمها كورس ستريت باللون الاسود، ونخليها في السنتر بالشكل ده. طيب انا دلوقتي عاوز اللون بتاع كورس ستريت اللي هو الاسود اللي هنا. طب انا عاوز اخد اللون اللي في المربع ده واطبقه على ده، او اخد اللون اللي في المربع ده ومش هطبقه على حاجه، بس انا عملت التكست عشان نوضح بيها الفكره. انا لو جبت الاي دروبر ووقفت عليها كده ودوست هنا، هياخد لي اللون الاسود اللي انا واقف عليه. طب لو دوست هنا، هياخد لي اللون البرتقاني بتاع اللون ده. يبقى اذا لما انا هاجي اقف على كورس ستريت واعمل شيفت والت، هيعمل لي اللون اللي فوق هنا، تمام. نعيد تاني، الاي دروبر لو خدت اللون ده او اللون ده، اي لون بياخده او اي لون انت بتكون واقف عليه، لو كده هيجيب لي الابيض، لو هنا هيجيب لي الاسود، لو خدت اللون اللي بره هيجيب لي اللون ده. يبقى اذا هو بيشتغل على اللون اللي هو واقف عليه. انا واقف على اللون ده ودوست كليكه واحده، هيجيب لي اللون ده هنا، تمام. كده انا فهمت يعني ايه اي دروبر. التولز التانية دي سيبوكم منها دلوقتي، هنشتغل عليها بعدين وهفهمها لكم، بس دي اهم واحدة فيهم طبعا الاي دروبر. يبقى انا كده فهمت لما عاوز اخد لون من شيب انا شغال عليه، هعرف اخده ازاي بالظبط. يعني مثلا عايز اللون الاحمر، مش هاخده بقى كل شوية هبدأ اجرب في اللون واخد اللون، لا، انا بجيب الاي دروبر وبدوس على الحاجة اللي انا عايزها، بيبدأ يجيب لي اللون بالظبط بالكود بتاعه، تمام.
تمام. هنمسح الكلام ده كله تاني. هنيجي بقى للسبوت هيلينج براش او الهيلينج براش بشكل عام. انا دلوقتي عندي صورة عاوز اشيل منها بعض الحاجات. يعني ايه؟ انا عندي مثلا النجمة اللي هنا دي او النجمة دي او النجوم اللي فوق دي مش عاوزها تبقى موجودة. ازاي اقدر اشيلها من الصورة والصورة ما تتأثرش بالسلب او ما يظهرش ان انا شلت الحاجة دي؟ كل اللي انا هعمله هجيب السبوت هيلينج وهاجي عند الحتة اللي انا عايز اشيلها واعمل كده، شلك الصورة ومفيش اي فرق حصل او لاحظت ان في مشاكل. هاجي اعمل هنا كده برضو، عمل نفس الكلام. ممكن نيجي نشيل دي برضو، ممكن تشيل هنا. بتبدأ تشيل الاجزاء اللي انت مش محتاجها بالسبوت هيلينج دي. تمام كده. كده احنا فهمنا ايه هي السبوت هيلينج. طيب انا عاوز اخد جزء من القمر ده اكرره هنا مثلا او اكرره فوق. ازاي اعمله؟ بجيب الاداة التانية اللي تحت السبوت هيلينج واللي هي هيلينج براش تول، هختارها وبعد كده هعمل زوم كده وهصغر الفرشة بتاعتي شوية وهدوس على الت. هيفهم ان انا واقف في الحتة اللي هي دي. لو دوست كده وبعد كده مثلا جيت عملت كده، بصوا بتبدأ تكرر الكلام ده، بيبدأ ياخد لك كأنه بياخد كوبي من اللاير نفسه. طب عايزين نعمل الكلام ده بشكل واضح. انا عندي مثلا وليكن النجمة دي، تمام. النجمة دي هنجيب الهيلينج براش وهنيجي ناخد السلكشن بتاعها، نكبر كده خالص وهاجي ادوس كده عشان اخد النجمة دي. لما بدوس عليها وانا دايس على الت، دوست كده هنا على الت، بصوا النجمة اتكررت معايا. لو دوست كده عليها هنا واحدة هيكررني النجمة دي تاني. فهمتوا كده القصة معايا؟ يعني هنيجي نعمل هنا، هنصغر حجم دي شوية وهاجي هنا هاخد النجمة الصغيرة دي. لو انا جيت حطيتها هنا هتتحط، لو حطيتها هنا بصوا بتبدأ تكرر فيها براحتك في المكان اللي انت عايزه. يبقى اذا الهيلينج دي بتشتغل على اني اعمل تكرار لشيب او لاوبجكت معين انا عملت له سيلكت واشتغلت عليه. طيب الباس تول او الباتش تول ايه بقى الاداة دي؟ بصوا هنعمل حاجة كويسة، هنشيل مثلا دي كده او نخلينا نرجع دي زي ما كده. طيب ايه بقى الباتش تول؟ الباتش تول دي بتشتغل بطريقة جامدة جدا. ايه هي؟ انا هعمل سيلكت على اللاير ده او الشكل ده، تمام. وانا واقف على السيلكت اللي انا عملته. لو سحبت كده من هنا انا شلت النجمة اللي موجودة اهي، النجمة اهي، وبدلتها بنجمة دي. بصوا خلوا بالكم لما بتيجي تعمل السيلكت بتاعك العادي، انا عملت السيلكت على النجمة وعاوز ابدلها بنجمة من دي، عاوز اشيلها واحط دي مكانها. هعمل سيلكت واسحب الباس تول كده عليها واسيبها، هتتظبط معايا وتنزل بالشكل ده. يبقى اذا هنا لو انا عايز ابدل نجمة مثلا بحاجة تانية هقدر ابدلها. فهمتوا القصة بتاعتنا ماشية ازاي؟ عايزين نشيل النجمة نبدلها بلون السما، هنقدر. لو اهم حاجة لما تيجي تشيل شيب كبير حجمه كبير تحاول تلاقيله مكان موجود صح. ليه؟ لان انا لو جيت عملت كده مثلا هتحسوا ان في بهتان او في حاجة غلط. طيب فرضا انا عاوز اشيل مثلا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل الجزئية دي كده وندخلها في الصورة. انا عاوز اشيل الجزئية بتاعة المربع ده. انا عملت المربع نفسه صغير حجمه. لو انا جيت سحبت بالباس تول دي كده هنا، بصوا الناحية التانية لو سبت المربع اتشال خالص، وقد ان هو كرر لي الحتة اللي على الشمال دي حطها لي على اليمين. يبقى انا كده فهمت الباتش تول دي بتشتغل ازاي. طيب بعد كده نقفل ده خالص ونخلي اللون ده ابيض. نيجي للبرش تول. ايه بقى البرش تول؟ طبعا احنا معظمنا عارفهم اللي هي الاداة بتاعة الرسم، وليها اكتر من استخدام او لينا اكتر من فرش. بس الفرش الاساسية اللي بتنزل على البرنامج اول ما بتيجي تشغله هي الفرشة العادية والفرشة الفيدد. دي الفيدد ودي العادية. طيب ايه الفرق بينهم؟ الفرشة الفيدد واضحة كده زي ما انت شايفها، العادية قصدي واضحة زي ما انت شايفها، والفيدد بالشكل ده. يبقى اذا انا فهمت الاختلاف بين الفرشتين. الفرشة اللي تحت دي اسمها فيدد. تعال نكتب لكم جنبها، نيجي هنا ونكتب فيدد، هي دي العادية ودي الكلاسيك.
يبقى اذا انا كده فهمت ايه هي الفرشة الفيدد وايه هي الفرشة العادية. طيب دي بتفيدني في ايه ودي بتفيدني في ايه؟ الفيدد بتشتغل بيها لما تبقى مش عاوز توضح حاجة معينة. يعني انا دلوقتي هنجيب الصورة اللي كنا شغالين عليها، تمام؟ لو انا جبت الفرشة العادية وعاوز اشيل جزء، يعني لو عملت كده لاير ماسك، وهفهمكم يعني ايه لاير ماسك، وعاوز اشيل وليكن الحتة دي، الفيدد هتعمل الافكت بتاع الجريديان ده كأن الموضوع جاي بتدارك شوية. طيب العادية لو انا جيت امسح بيها هيمسحها لي بالشكل ده. يبقى هي دي كده احنا فهمنا ان الفيدد بتشتغل بالطريقة دي والعادية بتشتغل بالطريقة دي. يبقى دي الفيدد ودي العادية. طيب هنمسح الكلام ده ونجربها على موضوع ان احنا بنمسح حاجة من الصورة نفسها. العادية بتاعتي لما هاجي هعمل كده هو مسح لي اللون نفسه كله، هنخلي اللون تحت ابيض. صح كده؟ الموضوع واضح بالنسبة لنا. لو انا جيت هنا وجبت الفرشة الفيدد ومشيت نفس الخط اللي مشيته هيعملها لي، بس هيبقى فيه زي تدارج اللون، يعني ما مسحهالهيش مرة واحدة. ما حسان يعني انا ما حسيتش في الصورة نفسها كأنه مسحها لي خبط لزق كده، لا انا مسحها لي بتدارج بحيث انها ما تظهرش. فهمنا الفكرة ماشية ازاي؟ حلو كده. هنعمل ايه تاني بعد كده؟ البنسل تول والكلام ده كله، دي اداة عاملة زي القلم، تعمل كده تكتب القلم يعني كأنك بتكتب. ما بتستخدمش كتير، او يعني انا ما صادفش ان احنا استخدمناها كتير، ولكن ممكن تكون محتاجة. الكولون ستامب والباترن ستامب. الكولون هقول لكم المختصات بتاعها دلوقتي بس مش درسنا المرة دي. الهيستوري برش برضو مش نفس الكلام. عندنا الاستر والباك جراوند استر تول. طيب الاستر دي او الاداة بتاعت الاستيكة، انا عندي شيب، الشيب وليكن لونه اسود، نخلي الشيب ده لاير، وهنجيب الاداة بتاعة الاستيكة. لو انا الفلو عندي او الاوباسيتي فوق هنا 100% والفلو 100%، وجيت عملت كده هيمسحها لي طالما انا واقف على فرشة فيدد. صح كده؟ وصلنا كده للفكرة. هنرجع تاني ونيجي نعمل الفرشة العادية ونمسح كده هيمسحها لي بالشكل ده. يبقى اذا دي اداة للمسح بتمسح بيها الحاجة اللي انت مش عاوزها. فهمنا كده القصة بتاعتنا ماشية ازاي؟ طيب بعد كده هنيجي للجريدينت تول. طيب ايه بقى الجريدينت تول؟ انا عندي باك جراوند بيضة زي ما انتم شايفينها هنا. لما باجي اقف على الجريدينت تول هلاقي فوق في ويندو كده ظهرت، لو دوست كليكة واحدة عليها هيفتح لي الجريدينت اديتور، الواجهة دي. طيب خلونا ناخد اللون ده او مثلا نعمل لون احنا. انا دلوقتي واقف هنا مثلا وفي تحت هنا شايف ان في لونين مع بعض، الاسود والابيض. انا عايز اللون الاسود ده يبقى مثلا اللون الاحمر، واللون الابيض ده يبقى لون احمر غامق. ممكن نفتح دي كده شويه لفوق. طبعا عشان اجي ادوس على اللون واخده ادوس كليكتين كده على النقطه دي هيفتح لي الكالر بيكر، بقدر اخد اللون اللي انا عايزه منها وادوس اوكي. اوكي جميل. هنقف هنا بعد كده نعمل كده ونيجي نعمل بقى حاجة كويسة. ايه بقى الحاجة اللي هنعملها؟ اولا هنيجي نقف هنا كده، تبدأ فوق تجرب. طيب هنيجي بعد كده للجريدينت تول. الجريدينت تول هي عبارة عن تول بتديلك امكانية انك تعمل زي تدارج الوان في لاير انت واقف عليه. طبعا في الاوبشن ان انت تعمله من هنا، وفي الاوبشن من تحت انك تنزل الجريدينت ماب وتبدأ تعمل جريدينت كاملة للبروجكت بتاعك اللي انت شغال عليه وتنزل لك في لاير جديد. طيب خلينا في الاول نخلي اللون ده ابيض. لو جيت عند الجريدينت تول من هنا واخترت مثلا اللون ده ريد وجرين، تمام، وقفت عند مثلا في الحتة دي ورحت عامل سهم كده من فوق لتحت، عمل لك جريدينت خفيف شوية بالمنظر اللي انت شايفه دوت على التول او الشيب اللي انت عملته. طبعا كل ما بتيجي تزود بص الموضوع بيزيد معاك ازاي. طبعا ليه بقى القصة دي او ليه هي شغالة بالاوباسيتي الخفيف ده ما نزلتش مرة واحدة؟ علشان انا عندي الاوباسيتي فوق نفسه 3%، لا انا عايزه 100%. لما يبقى 100% وهاجي اعمل كده هيعمل لي الجريدينت بالشكل ده. طيب هي ليه طالعه بالشكل ده؟ علشان خاطر الادوات اللي فوق دي. لو انا وقفت على اول اداة ورحت ساحب كده
هتعمل معايا الجريدينت اللي هو الاحمر في الاخضر. طب تعالوا نسحب تاني كده لغايه النص، نسحب كده للاخر، تبدا تشوف التدرج اللي انت عملته. يبقى انا كده فهمت ان لما باجي اعمل جريدينت على اي لاير بشتغل عليه، في ان انا اعمله من هنا عادي اوبشن عادي بيخليني اعمله اوكي، ما فيهوش اي مشاكل خالص زي كده. وفي ان انا ممكن اعمله من تحت، بس عشان خاطر احنا كنا هنا فلازم نعمله في الحتة دي. ولازم يكون الاوباسيتي اللي انت شغال عليه 100%، والمود بتاعك نورمال مش اي حاجة تاني عشان ينزل واضح. تمام كده احنا فهمنا يعني ايه الجريديان تول. طيب ايه بقى البينت بوكيت تول دي؟ انا دلوقتي وليكن عندي اللون مثلا ده لون اسود، وعاوز اللون الابيض ده يبقى مثلا بلون احمر. يعني تعالى نعمل كده مثلا ايه اللون كده هنا، وهناخده بالكالر بيكر بالظبط، وهنجيب الاداة بتاعه البينت بوكيت. انا لو عايز مثلا اللون اللي هو ده اللي هو عندي فوق هنا عايزه يبقى مكان اللون الابيض، انا هجيب الاداة دي وهعمل كده، هيعمل لي على اللون اللي انا واقف عليه اللون اللي هو موجود فوق هنا. يعني لو انا عكست كده وهو مثلا هنا وعاوز يرجع لابيض تاني، هدوس كده هيرجع لابيض تاني، او اي لون انا عايزه. يعني لو جبنا الازرق ده وعملنا كده هيعمل لي ازرق. يبقى انا فهمت هنا ان البينت بوكيت دي بتشتغل على انها تملالك مساحة ايا كانت المساحة دي ايه هي بلون سوليد بتشتغل بيه. اللون ده بيتجاب منين؟ بيتجاب لما بكون مختار لون من هنا ودوست اوكي، نزل معايا اللون، هقف على اللاير اللي انا عايزه وهدوس كده هيتعمل. لو وقفت على الاسود هيعمل نفس الكلام، لو وقفت على هنا لازم اكون واقف على اللاير واعمل نفس الكلام بالشكل ده، هينزل معايا اللاير. فهمنا كده القصة بتاعت البوكيت. طيب ايه بقى البلور تول والشاربن والسموزي والدوج والبيرن والكلام ده كله؟ الادوات دي هشرحها لك بعد كده، لكن خليني اقول لك المهم الاول وبعد كده نبقى نرجع للادوات التانية نشتغل عليها. البن تول، البن تول اتكلمنا عنها قبل كده كتير، وهي اداة موجودة في معظم برامج ادوبي. معظم برامج ادوبي اللي بنشتغل عليها بتشتغل شوية بموضوع البن تول، لانك انت دي اداة يعتبر بتشتغل بيها كرسم. في إليستريتور الناس بتستخدمها علشان ترسم بيها كاركترات، طبعا مع انها بتستخدم مثلا مربع ودايرة عشان تعمل الوش مثلا، حاجات زي كده، وبعد كده تجيب مربع وتعمل الجسم مثلا، يعني بتبدأ ترسم الشكل زي ما هي عايزاه. لكن تيجي مثلا عند حتة زي الشعر وبتبدأ بقى تعمل حاجات زي كده علشان الشعر ينزل معاك مظبوط. يعني بتبدأ ترسم بالأداة بتاعة البن تول دي، لأنها أداة بتشتغل بانسيابية وبقى فيها حرية وفيها سبوت او انك بتبقى بتشتغل بيها بتركيز كبير جدا عليها. طبعا الادوات التانية دي هي البن تول، بس بدل ما بتمسح وبتشتغل عليها، يعني بدل ما بتيجي تعمل كده بتجيب الأداة مثلا التانية سواء الموجب أو السالب، وبتبدأ تقص بيها الحتت أو النقط اللي انت عملتها. تمام، دي كده البن تول. نيجي بعد كده للتكست بتاعتنا، والتكست بتاعتنا فيها كذا حاجة. أولا لازم يبقى فيه فونت بتنزله أو بتسطبه على الويندوز عندك، في فونتات اساسيه بتنزل في فوتوشوب، وفي فونتات بتحملها من على النت. طبعا الفونتات اللي بتحملها من على النت بتخش على اي مواقع تحميل فونتات وبتنزله وبتسطبه بينزل عندك. طيب ايه بقى التكست؟ لو انا جيت دوست كده على حرف التي ودوست هنا هيعمل لي لاير جديد اسمه تكست. لو انا جيت كتبت مثلا وليكن كورس ستريت، طيب ايه بقى اللي اقدر اعمله في التكست بتاعتي دي؟ اولا انا واقف على شيب زي التكست ده، عايز اتحكم فيه، عايز اكبره اصغره براحتي، مش عارف اعمله بالموف تول. المفروض اعمل ايه؟ بصوا، سواء شيب تكست قصدي او شيب او صورة، يعني مثلا وليكن دي صورة مثلا، نخليها كده ايه لاير عشان تبقى الدنيا واضحة. يبقى انت عندك تكست، شيب، صورة، اي حاجة في التلاتة دول عاوز تكبرها او تصغرها او تعمل لها ستريتش، سهل جدا انك انت تعمله بحاجة بسيطة جدا. انا هقف على دي وادوس كنترول حرف التي،
لما بعمل كنترول حرف التي بيعمل لي زي سيلكت على الاوبجكت نفسه، ببدأ اكبر اصغر اوسع، يعني اعمل اللي انا عايزه براحتي. طيب انا شايف ان التكبير مش جاي بالظبط، انا عاوز المربع يكبر زي ما هو متساوي، يبقى الطول قد العرض. هاجي اقف كنترول تي وهاجي تحت جنب من اي جنب من الاربع اجناب، سواء فوق تحت شمال او شمال فوق. لو جيت هنا دوست الت وشيفت مع بعض وسحبت كده، هيبدأ يسحب او يكبر معايا بتوازي. يبقى اذا انا الطول قد العرض لما باجي اكبر. ده بالنسبة للصورة. هيجي عندي الشيب كنترول تي ونفس الكلام، ببدأ اكبر واصغر براحتي. هاجي عند التكست كنترول تي وابدأ اكبر واصغر براحتي جدا. مش هعمل كده عشان الفونت ما يبوظ، ما يحصلوش زي ايه يعني، يبقى في دروب او حاجه. لا انا بكنسل دي خالص وبدوس الت وشيفت مع بعض وابدا اكبر واصغر الفونت زي ما انا عايز. تمام. ايه بقى تاني موجود في الفونت؟ فوق خالص كده هتلاقي اسم الفونت والنوع بتاعه. يعني مثلا لو جينا كده هتلاقي الفونت بيتغير شكله، ده التايب بتاعه. وهنا ده حجم الفونت دلوقتي، لو كتبنا 50 ودوسنا اوكي هيصغر حجمه. وهنا شارب ولا كريسب ولا سترونج، خليه زي ما هو شارب كده عشان يظهر مظبوط. هلاقي جنبه هنا التلات ايقونات. الايقونه اللي في النص يعني انا بقول له بعد اذنك خلي الفونت الكلام بيبدأ من النص. يعني ايه بيبدأ من النص؟ لو انا جيت كتبت كورس ستريت دي من النص، هنسحب اتنين تانيين وخلي دي من هنا. لما قلت له خلي لي دي من الشمال، لما هاجي اكتب كورس، بصوا اتفرجوا، دي من الشمال. ولو خليت دي اقول له مثلا انها تبقى من اليمين، هنيجي نكتب التكست كده. هي الكلام مظبوط، بس الفرق ان انا بقول له اكتب لي الحرف من الشمال بدايته، او طلعهولي من النص، او هاتهولي من اليمين. كده انا فهمت القصة بتاعت التلات الالاين او التلات حتت اللي فوق دول. طيب اللي بعد منها هي اللون. لو انا جيت دوست على الشيب اللي انا واخده بتاع التكست ده ودوست على اللون وعملت تغيير اللون ودوست اوكي، هينزل اللون اللي انا اشتغلت بيه. ايه بقى التي اللي بعد منه دي؟ التي دي او الورب تكست بتعمل زي افكت على التكست اللي انت بتشتغل عليه. يعني ايه؟ يعني انا واقف دلوقتي على التي او واقف على التكست دي وفاتح الورب تكست. هاجي هنا هلاقي ان في اشكال كتيره جدا. لو اخترت واحده منهم هتبدا تظبط لي التكست على الشكل اللي هو موجود، اللي هو الارك ده. طيب اي شكل بختاره من هنا بيبقى ليه اوبشن او ليه ويندو بتقدر تتحكم فيها. طب يعني ايه؟ يعني مثلا ده واخد بند 50%، مرتفع لفوق 50%. لو زودت، طب لو نقصت، بصوا الفرق، بدل ما هي كانت من فوق بقت من تحت. فهمنا القصة دي؟ عشان يبدأ شمال ويمين، يعني يصغر من الشمال او يصغر من اليمين. ودي علشان تقلبه كده في بعضه ولا يبقى مظبوط. يعني بتبدأ تلعب في التكست دي براحتك جدا. لو دوست اوكي هتبدأ التكست تظهر معاك بالشكل ده. طيب ايه تاني موجود عندنا في التكست؟ كده احنا يعتبر خلصنا موضوع التكست او التي بشكل عام. طيب ايه بقى الباس سيلكشن او الدايركت سيلكشن تول؟ كنا اتكلمنا عنها في ادوبي الستريتور، وهي سيلكشن. تعالوا بس كده نمسح دول ونخلي ده. الاداة دي لما بكون واقف على اللاير نفسه اللي هو ده وباجي اختار كده، اعمل كده، بيعمل لي الاربع نقط اللي في الاربع اجناب دي. كنا اتكلمنا ان انت لو عايز تغير اي نقطة فيهم بتبدأ تختار الشكل ده كده، وبتبدأ تغير في معلوم النقطة نفسها او الشكل اللي انت شغال عليه من الاحرف بتاعته. لما تيجي خلاص تمام، بتسيبه وبينزل معاك الشيب زي ما هو مظبوط. طبعا هنا المستطيل المستطيل البيضاوي، الدايرة، الشكل السداسي، اللاين، الكلام ده كله هنشرح كل حاجة فيها. طبعا ده المستطيل بتاعنا او المربع بتاعنا، ممكن تبقى مستطيل في نفس الوقت. ممكن نجيب هنا مستطيل بيضاوي يبقى نازل معانا بالشكل ده، ومن هنا بنبدأ نزود بحيث يعمل لي الراديوس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. دي الدايرة وده خط بالشكل ده. ده الشكل السداسي. وتحت هنا هتلاقي
الكاستم شيب تول. لما باجي اختاره من هنا الكاستم شيب تول، هلاقي فوق هنا عامل لي حاجه اسمها شيب، وفي جنبها مربع كده فيها ايقونات. لو دوست على السهم اللي تحت ده هيفتح لي المربع او هيفتح لي الايكونز اللي موجوده عندي، بقدر استخدمها في الفوتوشوب. طيب في ناس بتيجي تفتح دي ما بتلاقيهاش، تجيبها منين؟ لما تفتح دي وما تلاقيش الايكونز دي، هتيجي عند علامه الترس هتدوس عليها، وبعد كده هتدوس على كلمه اول. لو دوست اول هتدوس اوكي يس، هيبدأ ينزل لك ايه التكست او الشيبز اللي موجودة عندك على فوتوشوب، بتبقى نازلة يعني بتبقى نازلة مع السيت اب نفسه بتاع البرنامج. طبعا دي ملناش دعوة بيها، مش هنشتغل بيها دلوقتي. دي بتعمل زوم وبتعمل زوم اوت وبس كده، يعتبر انت هنا خلصت اهم التولز اللي موجودة في فوتوشوب. طيب نيجي بقى للقائمة اللي على اليمين. ايه بقى القائمة اللي على اليمين دي؟ انا دلوقتي هنفتح نيو بروجكت خالص. النيو بروجكت هنشتغل برضو 1080 في 1080. اول ما باجي افتح النيو بروجكت هينزل لي الباك جراوند، وفي جنبها علامة قفل وفي جنبها علامة عين. طيب معنى ايه القفل؟ معنى القفل ان اللاير ده فيكسد، مهما اجي عشان عايز اغير مكانه مش هيعوز يتغير غير لما اشيل القفل ده وابدا اعمل كده. تمام، يعني انا لو عندي لايرز انا مش عايز احركها هديها علامة القفل دي، وهاجي ادوس مش هيتداس عليها وهتبقى ثابته في مكانها من غير ما تتاثر بحاجه. طيب ايه بقى العلامه بتاعه العين دي؟ العين لو انا دوست عليها خفتها هيخفي لي الشيب خالص. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي ده مثلا الباك جراوند، احنا عايزين نجيب الشيب ده هنا والشيب ده هنا، ده انا هديله القفل. بصوا لما هاجي احرك فيه ما بيتحركش، في ظل ان ده بيتحرك عادي. طيب ده بيتحرك عادي، لو ده انا عاوزه اخليه ظاهر وده يختفي، لو انا جيت هنا شلت القفل مثلا وعملت اخفاء كده، هو اختفى من هنا بس هو موجود، لما عاوز ارجعه هيرجع تاني. يبقى اذا العين دي تخفي اللاير بس بتخليه موجود في البروجكت، بس لما تيجي تعمل سيف مش هتلاقيه، لازم يبقى ظاهر بالشكل ده. كده احنا اتكلمنا عن اول حاجتين اللي هي العين. طيب انا دلوقتي عندي ده مستطيل. المستطيل لما بكون عامله من التولز اللي هنا دي بتنزل عن حاجة اسمها شيب. يعني ايه شيب؟ لما بلاقي الايقونة اللي تحتي لو دوست عليها كده مثلا كليكتين وغيرت في اللون، بصوا بيتغير معايا، يبقى اذا ده فيكتور مش صورة. طيب امتى ده استخدمه وامتى ما استخدموش؟ لو انا عندي صورة فعلا، يعني صورة زي دي كده مثلا، هنجيبها تاني ونحطها هنا. الصورة دي مش فيكتور، دي صورة عادية. طيب الصورة العادية دي انا لو عايز اعمل اي ايديت فيها، لو انا حاولت مثلا اقص منها حاجة، هيقول لي والله مش هنقدر نعمل قص لان هو سمارت اوبجكت. ويعني ايه الكلام ده؟ طب تعالوا نجرب نعمل على الريكتانجل تاني. ده المستطيل اللي احنا عملناه. طب انا عايز اقص الحته دي، لو جيت عملت هيقولك والله مش هنقدر نعمل كده لان اللاير نفسه مش لاير او مش متعرف على انه لاير. امتى ابدا اقص منه؟ لما يكون الريكتانجل ده ادوس كليك يمين عليه كده وبعد كده ادوس راسترايز لاير، هيشيل لي العلامه اللي كانت جنبه، العلامه اللي هي لتحت دي اللي هي بتخلي اللون مثلا كده. لما دوست عليها، لما نيجي نعمل كده كليك يمين راسترايز لاير، اصبح ده صورة معايا مش لاير، العلامة اختفت مش هعرف اغير لونه. طب لو جيت امسح حاجة هيمسح معايا عادي. يبقى انا كده فهمت عشان اعمل اديت على اي لاير، سواء قص سواء تشيل حاجة تعالج حاجة تعمل اي حاجة على فوتوشوب، يبقى اذا لازم اللاير بتاعك لا يبقى راسترايز لاير يا يبقى سمارت اوبجكت، وفي حالات معينه تشتغل بيه سمارت اوبجكت. يعني لو جيت امسح دلوقتي مش هيمسح معايا، لازم اللاير نفسه يبقى راسترايز لاير عشان اقدر امسح منه. كده احنا فهمنا يعني ايه لاير ويعني ايه شيب ويعني ايه سمارت اوبجكت. تمام، لو حاجه واقفه معاك تقدر ترجع تاني تفهم منها القصه بتاعتك. انا دلوقتي عندي مستطيل او مربع. المربع ده اكيد ممكن اغير في حاجة، يعني اقدر اديله شادو او اديله ظل من الظهر، اقدر اغير اللون او اخليه جريدينت، اقدر احط عليه صورة وتبقى متاخدة بنفس المقاس بتاعه. طب الكلام ده كله هنعمله ازاي؟ انا دلوقتي معايا مربع بالشكل ده،
عايز اخلي فيه جريدينت او تدارج الوان. ايه الاوبشن اللي قدامي اللي اقدر استخدمه على فوتوشوب يخليني يبقى عندي تحكم كبير على اللاير اللي انا شغال عليه؟ هدوس كليك يمين، هلاقي فوق حاجه اسمها بليندنج اوبشن. لما باجي ادوس عليها بالشكل ده هتيجي تفتح لك الويندو دي. قد تكون الويندو دي او الايتمز اللي موجوده مش موجوده. طب عايزها تبقى موجوده، هنزل عند الاف اكس هنا وادوس على شو اول افكت، هيظهر لي كل الكلام ده. تمام. عندك في كذا حاجه. احنا دلوقتي اولا عايزين نبدا بالشادو مثلا. عايز اخلي فيه ظل جاي من ورا. لو انا دوست على دروب شادو، بصوا لما وقفت ايه اللي حصل. بصوا الشادو ده اهو، ده قبل ده بعد. طيب لما دوست على دروب شادو في ويندو اتفتحت هنا. اولا الويندو دي لازم تخلي المود بتاع نورمال وتخلي الاوباسيتي 100%. تمام. هنا اللون، لو انا جيت دوست على المربع ده واخترت لون هيعمل لي اللون زي ما انتم شايفينه. طيب تعالوا نرجع كل حاجة زي ما كانت كده. احنا الشادو يعتبر نازل بس مش ظاهر. السايز لو انا زودت سايز وانا عندي السبريد ده 100% وعندي الديستانس 0 بيكسلز، الديستانس يعني التباعد تحت شمال يمين الكلام ده. انا دلوقتي لو عايز اكبر السايز وانا مخلي دول بالشكل ده، السايز هيكبر من الاربع اجناب بالظبط، مفيش اي مشاكل. تمام. لو انا عايز اخلي الشادو ده يجي تحت شويه، عندك كذا حاجه. عندك يا اما تلعب في الانجل، تبدا تغير فيها كده وبتزود في الديستانس. بص لو مغير في الانجل، بصوا اللي بيحصل ايه، بتبدا تغير كده بيطلع الشاتو زي ما انت عايز. او انك بتشتغلوا مانوال. يعني ايه مانوال؟ يعني انا مثلا عايز ديستانس يبقى بالشكل ده، بس انا عاوزه يبقى جاي من الناحيه التانية. هسحب كده واخليه كده بايدي وانا واقف على كلمه دروب شادو. هسحب، بص الشادو تحت اهو، هسحبه في المكان اللي انا عايزه بالشكل ده واسيبه هنا. طيب الشادو حاسه واضح قوي، انا عاوزه يبقى فيه شويه. كنا اتكلمنا عن الفرشه بتاعه الفيدد يعني انا عايز اخلي السبريد دي قليله واكبر السايز علشان يطلع لي بالبهتان ده او يبقى فيه زي بلور كده. لما كبرت انا قللت السبريد خليته 0 وزودت في السايز وفي الديستنس، زاد معايا الشادو بالشكل ده. ببدأ اظبطه على حسب ما انا عاوزه فين وبدوس اوكي بينزل معايا. طيب اقدر اعمل اكتر من شادو؟ تقدر تعمل اكتر من شادو. انا واقف على شادو هنا اهي وخلصت اللون الاحمر، في علامة زائد. لو دوست زائد هينزل لي شادو تاني تحت منه بنفس اللون. طبعا ممكن اخلي اللون ده مثلا اخضر واسحبه من هنا كده هيظهر برضو معايا. يبقى اذا انا عندي هنا فليكسيبيليتي ان انا اشتغل براحتي. طب تعالوا بصوا في الحته اللي بتحصل دي، انا عايز احرك الاخضر بس. طب ليه الاحمر بيشتغل؟ نرجع تاني للحته دي، ندوس على بليندنج اوبشن وننزل لاير بتاع دروب شادو تاني ونخلي مثلا اللون الازرق. بصوا بقى هنا في الحته دي هتلاقي في جنب الانجل في علامه صح ومكتوب يوز جلوبال رايت لايت. طيب اليوز جلوبال رايت ده يعني معناته ان انت لما تيجي تنزل لي اكتر من شادو، لو هتحرك واحد فيهم كله هيتحرك معاك. طب انا مش عايز كده، انا عاوز ان انا احرك اللون الازرق بس. هشيل علامة الصح دي. لو انا شلت علامة الصح حتى هتلاقوا ان الازرق راح في جنب لوحده. ممكن اجيبه كده لوحده. بصوا ابدا احرك فيه ازاي براحتي جدا، مفيهوش اي مشاكل. لو انا سبت علامة الصح دي، لو جيت احرك بص التاني يتحرك معايا برضو في نفس الاتجاه. يبقى انا فهمت ان يوز جلوبال لما بشيلها ببدأ اتحرك بالشيب او بالافكت اللي انا حاطه على اللاير براحتي. تمام. هنعمل كرير للكلام ده. هنيجي للحاجة اللي بعد كده في البلندنج اوبشن اللي هي الاوتر جلو. لو دوست على اوتر جلو هنخلي المود بتاعها نورمال اوباسيتي 100%. الاوتر جلو دي بتعمل حاجة كويسة. اولا بتخليك يا اما تشتغل بلون زي ده كده مثلا، نكبر كده. بصوا العادي اللي بينزل بيبقى بالمنظر ده، او المين ديفولت بيبقى بالمنظر ده. انا دلوقتي الاوتر جرو دي بتعمل لي ايه زياده؟ الاوتر جرو بتديني حقيه او تديني افكت ان انا اشتغل في الشادو بلون واحد، او ان انا اعلم هنا كده واخد من هنا مثلا القايمه دي وادوس اوكي وتشتغل لي باللون ده. طب معناته ايه؟ يعني معناته لو انا عاوز اخلي، بصوا لما بتيجي تقلل السبريد
بص بتصغر معاك، بتديك الافكت بتاع اللونين بالمنظر ده، يعني زي شادو بس بيديك افكت الجريدينت، وبتديك اوبشنز تانية تشتغل بيها براحتك. طبعا السايز كل ما تكبر هيكبر، وكل ما تصغر هيصغر. هنا بقى ده اللي فيه اللعب كله، يا اما هتخليه 100% مش هيبقى ظاهر قوي، يا اما هتقلل كده عشان يظهر لك بالشكل ده. تمام. ايه بقى الباترن؟ الباترن دي باستفاضة كده هي عبارة عن زي element بتشتغل بيها. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي اللون ده، الحاجات دي هتلاقيها اوتوماتيك موجودة عندك اول ما هتنزل البرنامج. لو انا دوست على باترن وواقف على الشيب اللي هو الريكتانجل ده، هيطبق لي الباترن الشكل اللي موجود على الشيب كله. تحسوا ان هو صورة يعني. بصوا بتبدأ تغير فيهم اشكال كتيرة جدا، حاجات زي كده، حاجات زي كده. بصوا هنا برضو نفس الكلام. طبعا الباترن دي تقدر تحمل منها باترنز كتيرة من على النت وكده. تحمل من على مثلا براش ايزي، هتلاقي فيه باترنز، هتلاقي فيه براشز، هتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا. دي بتخليك تشتغل في حاجة معينة. يعني انا مثلا وليكن عندي هنا دي الحتة اللي فوق دي عاوز اخليها شكلها مختلف، او عايز اعمل هيد مثلا، هاجي عند باترن اوفرلاي واخلي اللون مثلا بتاعها ده. والله انا ده مثلا شكله عاجبني، فانا عايز الحتة دي تبقى بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده. ناخد واحدة تانية مثلا، واحنا كده قسمنا الصفحة بتاعتنا. طبعا الكلام ده بيتعمل على الايد، وفي نفس الوقت بيتحمل له باترن. تمام. نمسح الكلام ده ونعمل شيب جديد، كليك يمين بلندنج اوبشن، وبعد كده ندوس جريدينت اوفرلاي. ايه بقى الجريدينت اوفرلاي؟ اتكلمنا عليها من شوية، اللي هي الاداة اللي بتبقى تحت هنا. دي بتدي لك اوبشن ان انت تعمل خلط لونين ببعض فقط على اي شيء بتشتغل عليه. طيب ايه اكتر، او توضح لي ايه اكتر؟ لما تيجي تعمل كده ندوس مثلا ريسيت تو ديفولت، دي الويندو اللي هتظهر معاك اول ما تدوس على جريدينت اوفرلاي. انا عاوز اغير اللونين، عايز اخلي مثلا اللون ده. بصوا السكيل لما بتيجي للصفر بيبقى اللون عندي برتقاني هنا اهو، وبعد كده الاصفر، وبعد كده برتقاني، يعني الاصفر في النص، اللي هو الاصفر اللي في النص هنا. لما باجي ازود سكيل الاصفر معايا بيزيد، الالوان بتسيح في بعض. بصوا بزود هتطلع معايا بالشكل ده. طيب انا عايز اغير الالوان دي، هل اقدر اغيرها؟ هتقف هنا على الماب، هتدوس كليكه واحده هنا، وبعد كده هتيجي عند اول لون مثلا، وهتيجي عند كلمة او الويندو بتاعت كولر وتخليها مثلا ازرق، وتيجي عند التانية دي تخليها ازرق، وتيجي مثلا هنا عايزه لون مثلا اي لون، ممكن لون زي ده، وتدوس اوكي. هينزل معاك. لو قللت هيظهر معاك التلات الوان، اللون 2 3. ده التدرج بتاعهم. هنا الانجل دي لما بتيجي تغير فيها بتحول اللون من كونه جاي من فوق لتحت كده، او يمين وشمال، او بتخليه 180 درجة. طبعا بيبقى هو بس طبعا بيختلف لو في اكتر من لون. يعني بيبقى 90 180 صفر مثلا كده، تخليه 90 يبقى شمال يمين او فوق تحت. ده لما بتيجي تقلله بيبقى بالمنظر ده، وتكبره بيبقى بالمنظر ده. تمام. نيجي بعد كده على الكالر اوفرلي. انا دلوقتي عندي ده شيب، مش عارف اغير اللون بتاعه، ما عمال اديله لون مثلا، اخد اللون ده كده واقول له والله يا عم الحاج خده، يا نهار ابيض ده عمل لي الاوبجكت كله. طب انا عايز الحته دي بس اللي تبقى لون مختلف، ومش عايز اخلي فيه حاجه ظاهره مش كويسه. ادوس كليك يمين بلندنج اوبشن، وبعد كده ادوس على كولر اوفرلاي، واخلي المود نورمال اوباسيتي 100%، واختار اللون اللي انا عايزه. اوكي اوكي. هيطبق لي اللون على الشيب اللي انا واقفه. لو انا جيت عند العين اللي تحت اي افكت بحطه وشلتها، هيخفي لي الافكت اللي محطوط. لو دوست تاني هيرجع الافكت تاني. يعني ايه؟ يعني انا هاجي ادي شادو بالمنظر ده. طب انا الشادو ده مش عايزه دلوقتي، لو شلت العين من هنا هيختفي لي الشادو. لو شلت الكالر اوفرلاي هيرجع لي اللاير زي ما كان. تمام كده. نعمل اوبجكت تاني. الدرس طويل بس احنا عاوزين، او انا عاوز افهمك فيه اكتر. طيب دلوقتي انا عملت مربع بالمنظر ده. عشان المربع ينزل معايا مظبوط، احنا اتكلمنا قبل كده ان انا بنزله وادوس الت وشيفت مع بعض عشان ينزل لي قد الطول قد العرض. هنكبر المربع ده شويه. ايه بقى الويندو بتاعت البروبرتايز دي يا اما هتلاقيها بره كده، يا اما هتلاقيها جوه كده. انا عادي هسيبها لك بره عشان تفهم معايا اكتر. البروبرتايز لما بكون عامل ريكتانجل،
يعني ايه ريكتانجل؟ يعني انا لو عامل شيب بالمنظر ده بيبقى نازل ليه 4 نقط. طيب احنا اتكلمنا عن الراديوس. الراديوس اللي هي الاجناب او الشكل البيضاوي اللي بيحصل في كل جنب من الاجناب. تمام. ايه بقى الراديوس ده وبنشتغل عليه ازاي؟ بص يا سيدي، الراديوس ببساطة لما تيجي تفتح البروبرتايز، لو ما فتحتش معاك هتيجي من قائمة ويندو هتلاقي كلمة بروبرتايز علامة صح، يعني هي ظاهرة. مش موجودة صح تدوس عليها تظهر لك العلامة. طيب هنا في بعض الحاجات. اولا الويتس والهايت ومش عارف ايه، طبعا الطول قد العرض لانه مربع، لو في اختلاف هتلاقي هنا في اختلاف. هنا هتلاقي انه هنا اللون بتاعه اهوت، وهنا لو عايز تديله ستروك. طيب ايه بقى الستروك؟ لو انا وقفت على الشيب كده وعندي هنا في القائمة الفاضية دي معنى ان في شرطة وعلامة حمراء كده يعني مفيش ستروك. تمام. انا عايز اديله ستروك، يبقى شيب منه فيه بس عليه ستروك. هاجي ادوس هنا مثلا وادوس على اللون الاسود، وجنب اللون الاسود هلاقي فيه البيكسلز. البيكسلز دي اللي هي الخاصة بالستروك. لو خليتها 5 ودوست اوكي هيخلي لي 5 ستروك. تمام. بعد ال5 ستروك هنخليه مثلا 10، مفيش مشكلة. القايمة او الحتة اللي بعد منه لو دوست عليها كده هيقول لي انت الستروك ده عايزه صريح كده خط كده زي ما انتم شايفينه، ولا مربعات كده، ولا نقط. ده بترجع لك انت عايزه ايه فيهم، دي بتختارها انت براحتك. تمام. نيجي لحتة الراديوس، هنلغي بس ده كده. الراديوس بتاعتنا متقسمة ل4 جناب، حتى هنا هتلاقيه هو شارحها لك، فوق على الشمال، فوق على اليمين، تحت على اليمين، تحت على الشمال، وبينهم العلامة دي. معنى ايه ان انا معلم على العلامة دي او ان انا شايل العلامة نفسها؟ لو انا معلم يبقى اذا لما هطبق رقم هنا هيطبق لي على ال4 ارقام. لو انا مش معلم يبقى لما هطبق رقم هنا مثلا زي 20 هيطبق لي على الرقم على الجنب ده بس مش باقي الاجناب. طيب نخليه اوضح اكتر، نخليه 200 مثلا. لما عملت 200 وانا شايل العلامة طبقها لي هنا بس. طيب نرجعه 0 ونعلم على العلامة دي ونخلي مثلا 150. لما كتبت 150 عمل لي ال150 في كل الأجناب. هو ده الراديوس اللي احنا بنتكلم عليه. تمام كده؟ تمام. هنيجي ندوس كليك يمين على الراديوس ده مثلا ونكمل بقية الحاجة بتاعتنا. طبعا الساتين دوت. بص الساتين ده بيبقى حاجة عبارة عن ايه؟ بيطلع لك سكيل او بيطلع لك لون داخل اللون. يعني ايه؟ يعني انا هشتغل انسايد الساتن. لو انا جيت مثلا عملت لون زي ده وزودت السايز كده، بصوا هو بيعمل لك زي لمعة في اللون بتاعك. نختار لون تاني، ممكن مثلا لون ابيض. تمام. لما بنيجي نغير او نقلل السايز بيبقى بالمنظر ده. طيب لو قللنا من دي من فوق هنا، بصوا الديستانس، يعني هو بيبدأ 0 او بيبدأ 1 بيديني الشكل ده. لما بزود ديستانس بيبدأ ينقص معايا داخل الاوبجكت نفسه. تمام. ده 1 وده النهائي. السايز بقى لما باجي ازود فيه بيبدأ يظهر لي اللمعة دي. نيجي نزود كده، بصوا موضوع بيديلك زي لمعة في الشغل اللي انت بتشتغل عليه. تقدر تعمل الكلام ده على شيب مثلا عايزه يبقى فيه لمعة معينة او تكست فيها لمعة معينة، تقدر تستخدمه على حسب ما عينك شايفاه. الاينر جلو. طيب نخلي المود نورمال، نخلي الاوباسيتي 100%، ونزود السايز شوية، نعمل بس ايه لون مختلف. بص يا سيدي، شيلنا الاينر جلو وحطينا الاينر جلو. الاينر جلو بيعمل حاجة. الاينر جلو بيديلك اللون الاولاني. يعني ايه؟ يعني لو خلينا اللون ده مثلا احمر واللون ده احمر. تمام. لو خليت الاوباسيتي 100%، طبعا انا هشتغل بنورمال، البلند مود نورمال، وهفهمك يعني ايه البلند مود. هنسيب النويز لان ده الضباب او النغمشه اللي بتحصل في الاجناب مش عايزينها. ممكن نخليه جريدينت وممكن نخليه لون صريح. اللون الصريح ده ممكن يبقى لون غامق مثلا كده. ونيجي عند السايز نسيب كل الكلام ده، مثلا نعلم على سنتر ونكبر السايز. يبقى اذا هو هنا بيكبر لي من الاجناب لجوه. تمام كده. ندوس على ايدج، بصوا اللي بيفرق من جوه للاجناب. يبقى اذا الاجناب عندي ثابته،
هنا الاجناب عندي مش ثابته. بصوا بيبدا النور يبدا يطلع من الاجناب. هنا لما بعلم على ايدج النور بيطلع من النص وبيسيب لي الاجناب ثابته. تمام. تبدا تزود فيها وتنقص براحتك في الاوبشن بتاعك، انك تختار لون واحد او انك تيجي على الجريدينت بالشكل ده وبتبدا تختار اللون اللي انت شايفه مريح ليك. فهمنا كده الاينر جلو. الاينر شادو برضو هو عامل زيه بالظبط بس بيشتغل على الشادو اكتر. هنزود الاوباسيتي ونرفع ده للنورمال. بص لو انا خليت السايز صفر كده مفيش اي حاجة ظاهرة عندي، لان انا حتى الديستنس سايبه صفر. لو انا زودت هيظهر. لا، هنخلي كل حاجة ثابتة. النورمال المود بتاعنا نورمال، الاوباسيتي 100%، الانجل صفر، الديستانس والسايز صفر. وهنخلي دي برضو خليها 100% عشان طبعا مش عايزين فيها شادوز او جريدينت او حاجة. وهاجي ازود سايز. طيب معنى ايه كده؟ معنى ان هو بيعمل له انر شادو، يعمل لي شادو من الداخل، عكس الدروب شادو. الدروب شادو من الخارج. فهمنا القصة؟ ده من بره، ده من جوه. لما ببدأ اظبط كده او اعمل الشكل اللي انا عايز اعمله ببدأ احرك في ده براحتي. لو انا قللت بقى دي بتبدأ تظهر معانا الحاجة بالشكل ده. دي ممكن تعملها كايكونز. الشادو اللي بيجي من جوه بالمنظر ده بيدي ريفليكشن للي بيشوف البوست او بيشوف الحاجة اللي انت عملها، بتدي انطباع كويس. فانت زود دي كده، زود السايزز. بص هتفرق معاكم. لو انا جيت مثلا هنا رحت كاتب مثلا اوكي مثلا، ونكبر دي كده وليكن ده بوتون، يعني الناس هتيجي تبدأ تدوس عليه. تبقى حاجات زي كده بتبدأ تستخدمها زي ما انت شايفها مظبوط. هنلغي الكلام ده كله. طيب بالمرة اللي انا بقول لك هنلغي، ازاي تقدر تلغي افكت موجود على شادو او تشيله؟ بدل ما تعمل له اخفاء تشيله خالص، وبدل برضو ما تيجي تخش هنا تقوم جاي شايله من هنا. لا، انا هخلي كل حاجة زي ما هي بس هلغيه من بره. كليك يمين على الشادو نفسه، وهاجي هنا تحت الاقي في حاجه اسمها كلير لاير ستايل. لو دوست عليها هيشيل لي ستايل اللي نازل على اللاير اللي انا شغال عليه. نرجع تاني وندوس بلندنج اوبشن، وبعد كده هنلاقي الستروك. الستروك ليه 3 حاجات، ليه انسايد، اوتسايد، وسنتر. طيب خلينا في الاوتسايد ونخلي مثلا ده كده. طيب ايه بقى الستروك؟ هو بيعمل لي زي الشادو بس هنا مفيش الحته بتاعه الفيدد اللي اتكلمنا عليها من شويه. لا، ده هنا مديك لون صريح. هنا ممكن تخليه جريدينت، اوكي، يظهر معاك بالشكل ده مفيهوش اي مشاكل خالص. مثلا نختار اللون ده، او انك انت تخليه باترن، تختار باترن من اللي موجوده عندك، او انك انت تخليه كلر عادي. خلينا نشتغل على كلر عادي ونشوف الموضوع هيمشي معانا ازاي. الاوتسايد يبقى بيعمل لي الستروك الاسود ده خارج اطار بتاع البتاع اللي انا شغال عليه. طيب لو جيت قلبت الاوتسايد لانسايد، هنا هو خد لي من الحيز نفسه. بصوا خد من الحيز بتاع اللاير نفسه ستروك. طيب لو خلناه سنتر، لو قللنا ده كده، بصوا هو بيعمل ايه. هو واخد نفس السكيل بتاعه الشيب نفسه ولكن بيزود عليها. بصوا البتاع طالع من نص الشيب نفسه، بيزود من الشيب وبيزود اوتسايد في ناحيتين. طبعا بتقدر تختار براحتك انا عاوز اعمل ايه، وعلى حسب عينك بتبدأ تختار. ايه بقى البيفل والتكشتر والكلام ده كله انا بنتكلم عليه تاني. بس كده لغايه وقتنا هذا انت فهمت حاجات كتيره جدا في فوتوشوب. هنيجي بقى للحاجه اللي بعد كده. انا عندي صوره زي دي. الصوره دي انا شددتها كده وعملت لها ستريتش ومظبوطه وجميله معايا، بس انا عايز اغير فيها شويه حاجات. اولا الويندو اللي فوق دي معظمها بتشتغل على الصور مش على اللاير. تمام. طيب انا عايز اعمل حاجة. ايه بقى الفايل وايه القايمة دي كلها وبعمل بيها ايه والكلام ده كله؟ اولا احنا فهمنا ان نيو اللي هو بفتح نيو بروجكت. اوبن لما بعوز احط صورة او احط اوبجكت انا عايزه. لو دوست اوبن كده مثلا واخترت الصورة اللي انا عايزها هتنزل معايا على البروجكت. لو دوست براوز ان برايدج ومش عارف ايه ملناش دعوة بيها. اوبن از
معظمها حاجات انت ممكن تكون عارفها. نيجي للحاجات المهمة، هي الكنترول اس والكنترول شيفت اس. ده لما بعوز اعمل سيف للبروجكت بدوس كنترول مثلا اس كده، او يقول لي سيف البروجكت، نكتب النيم بتاعه والبروجكت بتاعي يتسيف. نيجي بعد كده تحت منه هنلاقي الاكسبورت، والاكسبورت ليه كذا حاجة. الاكسبورت لما تعوز تطلع حاجة تشتغل بيها على الويب سايت او حاجة، هندوس سيف فور ويب مثلا، ونخلي من هنا البريسنت بي ان جي عشان يطلع لي الصورة بي ان جي، ونطلع بالشكل ده وادوس سيف مثلا. والله هيقول لي مش عارف ايه، اقول له اوكي سيف لي الصورة، والصورة هنلاقيها على الديسكتوب بره. طيب كده احنا فهمنا يعني ايه الاكسبورت والكلام الجميل ده كله. ايه بقى الاوتوميتد وايه الكلام المواضيع الكبيره دي، ده هنتكلم فيها بعد كده بس مش هتحتاجها دلوقتي. هنيجي عند الايديت ليه كذا حاجه. اولا انا عايز اعلمك على كذا حاجه لازم تكون عارفها. انا عندي صوره زي دي، الصوره دي وليكن انا عندي شيب كده، الشيب ده لونه احمر، انا عايز اخلي الصوره دي جوه الشيب ده. هعملها ازاي؟ اولا لازم هتخلي الصورة فوق، يعني فوق كده. طالما هي فوق من هنا يبقى هي اول لاير من فوق، تحت من هنا يبقى هي اخر لاير من تحت. فهمنا القصة؟ تمام. هنجيب دي وهنجيب دي. في طريقتين ان انت تخلي الصورة اللي هي دي تنزل على اللاير اللي هو ده ويبقى بالمقاس ده. اول طريقة اللي هي الاختصار بتاعها، وتاني طريقة اللي هي المانوال. المانوال ازاي؟ المانوال انا هاجي على الصورة اللي انا عايز احطها في المستطيل ده واعلم عليها كده وهدوس على الت، هلاقي ان في سهم نزل لي لتحت. بص انا واقف تحت الصورة هنا اهي، وادوس الت هلاقي السهم بيقول لي عايز دي تحت دي، اقول له اه، ادوس كده كليك واحدة هلاقي الصورة نزلت في الحتة دي. تمام. معناته ايه الكلام ده؟ معناته ان انا لما هاجي ادوس كده واشيل الصورة بره اهيت، ولكن لما عاوز ادخلها هدخلها بالطريقة دي. تمام. ايه بقى الاختصار بتاعها؟ الاختصار بتاعها الت كنترول حرف الجي. لو دوست الت كنترول حرف الجي وانا واقف على اللاير نفسه اللي انا عايز احطه هينزل معايا. تمام كده فهمنا يعني ايه احط صورة على صورة. تمام. انا دلوقتي كتبت مثلا كورس ستريت، وعادة نخليه باللون الاسود، بس انا كتبت في الاي هنا خليتها ايه. طب هل انا اقدر مثلا، يعني هي كانت ايه، هقدر اخليها ترجع ايه تاني؟ ازاي هقدر اخليها ترجع ايه؟ انا عندي وليكن دي مستطيل وده مستطيل، انا عايز اخد مستطيل تاني او مش عاوز اخد واحد تاني، بس انا خدت واحد بالعكس، اقدر ارجع تاني؟ اه تقدر ترجع. ازاي؟ عن طريق ان انت بتدوس كنترول حرف الزد، بيرجعها لك، يعني بيقدم لك خطوة انت عملتها او بيرجعك خطوة انت عملتها. يبقى ده بيقدم او بيجيبني للخطوة اللي انا فيها دلوقتي، وده بيرجعني خطوة ورا، علشان لما تعوز هتلاقي في غلطات بتحصل منك تقدر تشيلها عن طريق الاختصار ده. تمام. ايه تاني ممكن نتكلم عليه في الكورس بتاع النهارده؟ وليكن انا عندي اللاير بتاع الباك جراوند ده لونه ابيض، انا عاوز اخليه اي لون، يعني مثلا نجيب لون هنا كده مثلا ده ونخليه كده على الجنب هنا. طالما في لون مثلا الاحمر هو اللي فوق، يبقى اذا اي حاجة هتعملها من اختصار على اي لاير هتطبق باللون ده. طب لو هو اللي انا عايز الابيض اللي تحت، هلاقي فيه سهمين، لو دوست هيرفع لي السهم ده. في اختصار للكلام ده، في اختصار هو حرف الاكس، لو دوست اكس هيقلب لك اللونين دول مع بعض. هجيب اللون الاحمر وانا عايز اللون الابيض بتاع الباك جراوند ده يبقى كله على بعضه لون احمر. هعمل ده ازاي؟ ممكن اخليه حاجة اسمها سوليد كولر من هنا وادوس كده واخلي اللون وادوس اوكي، هينزل لي عليه لون من فوق، او اخلي اللاير نفسه باللون. ازاي ده؟ هقف على اللاير وهو لاير او معمول له راسترايز لاير، هقف عليه واجيب اللون وادوس الت والباك سبيس او الزرار اللي فوق الانتر اللي هو بيرجع خطوة. لو دوست كده هيطبق لي اللون اللي هنا. طب تعالوا نخليه لون تاني، لو دوست كده هيطبق لي اللون اللي هنا. نفس الكلام في الالت وباك سبيس. تمام. ايه تاني ممكن نفهمه؟ على نفس الصورة دي هنشتغل بالفلاتر بقى. احنا هنا قلنا فوتوشوب يعني فلاتر. ايه بقى الفلاتر؟ احنا طبعا
سيبوكم من الكلام ده لان ده في الايديتس، انا نبقى نفهمها لك. يعني الايمج سايز والكانفاس سايز والكلام ده كله مواضيع تانية. الايمج سايز اللي هو البروجكت اللي انت شغال عليه، لو دوست عليه ايمج وبعد كده ايمج سايز. الكانفاس سايز لو انت عايز تخلي تعمل كانفاس او تعمل زيادة في البروجكت نفسه بس ما تأثرش على البروجكت ده. يعني لو انا عايز مثلا اخلي ده 1200 في 1200 هيعمل لي كده وخلالي الزيادة دي من بره بالشكل ده. ده الفرق بين الايمج سايز والكانفاس سايز. خلينا نرجع لموضوع الفلاتر. انا لما هاجي انا واقف على صورة هنا وتستحسن انها تبقى سمارت اوبجكت، هاجي عند القائمة بتاعة فلتر الاقي فيه فلاتر كتيرة جدا. ايه بقى الفلاتر دي؟ اهم فلتر فيهم اللي هو الكاميرا رو فلتر. لما هفتح الكاميرا رو فلتر هتظهر لي بالشكل ده. تحت هنا هلاقي حرف الواي، لو دوست عليه هيعمل لي دبليكيت للصورة. ده بيفور وده افتر، يعني ده قبل ما نعمل الايديت وده بعد ما هنعمل الايديت. تمام. ايه بقى الحتت او ايه القوائم دي؟ بص، كل واحد فيهم بيعمل حاجة. ركزوا على الجنب ده. الاكسبوشر لو انا جيت عملت كده هيسود لي الصوره زي ما انتم شايفين، لو فتحتها على الاخر هيبهتها لي زي ما انتم شايفين. انا عايز الصوره تبقى واضحه شويه، يعني انا هنزود شويه كده. بصوا ده قبل وده بعد، زود كده. ده قبل وده بعد. تمام. بعد كده نيجي عند الكونتراست. الكونتراست اللي هو انه بيحدد لك اللون بالظبط او بيحدد لك الشيب بالظبط. ده هيخليه باهت، تحس الالوان داخله في بعض، وده هيخليه قوي او هيخليه واضح زياده. بصوا، بتبدأ تشتغل عليه براحتك. الهايلايتس الحاجات المضيئة، الحاجات الفاتحة، لو انا عملت كده بقفلها، ولو انا عملت كده بفتح اللون الابيض. يعني ده كده اللون الابيض مخفي، بصوا اللون الابيض مفتح، هبدأ اظبطه زي ما انا عيني شايفاه. الشادوز النقط السوداء او الاماكن الغامقة، لو انا سحبت كده هيغمقها لي، لو انا فتحت كده هيفتحها لي. يبقى خلينا كده عشان يظهر لي النقط السوداء. الوايتس اللي هي الحاجات اللي لونها ابيض شويه، تقدر تفتح وتغمق فيها. اي لون رايح للابيض تبدا تلعب فيه بالشكل ده. شمال يبقى هتغمق، يمين يبقى هتفتح. البلاكس نفس الكلام، ممكن نخلي الاسود واخد اسود او انك انت بتفتحه براحتك خالص، بتبدا تلعب في الكلام ده. طبعا انا هبقى اعمل توتوريال للكاميرا رو عشان بس ده شروحاته كتيرة. بس انا خلاص خلصت مثلا كده، هدوس اوكي، هيبدأ يتطبق عليا الفلتر. لو شلته ده قبل، ولو ظهرته ده بعد. تمام. تمام. ايه بقى بقية الفلاتر اللي موجودة؟ تحت هلاقي في معظم الفلاتر اللي انت هتستخدمها اللي هي البلور والديستورس والبيكسلز. طيب البلور لو انا عايز اعمل بهتان في الصورة، انا عندي وليكن دي صورة شخص، انا عايز مثلا اشيل الفانوس منها، انا ده لاير بالنسبة لي. هاجي بالاداة بتاعت السلكشن دي كده، مثلا اعمل سلكشن او نعمله مظبوط، وبعد كده هاجي من هنا واختار بلور وبدوس جوزا بلور. طالما انا عامل سلكشن عليه وعملت كده، بصوا لما بفتح الجوزن بلور هتبقى كده مش ظاهر حاجة لسه. لما بلعب في الراديوس بصوا بتبدأ تعمل لي زي تظليم او تعمل بهتان على الصورة اللي انا عايزها. دي تقدر تستخدمها لو انت عاوز تشيل حد من الصورة، مثلا شخص موجود عايز تشيله، الكلام ده كله تقدر تعمل سيلكت عليه، وبعد كده تيجي تفتح ايه الجوزن بلور وتلعب في البلور براحتك وتدوس اوكي، هينزل البلور بالشكل ده. كده احنا فهمنا ايه هو البلور او الجوزن بلور. خلينا زي ما احنا. هنيجي لبلور تاني، هنلاقي في حاجة اسمها الموشن بلور. الموشن بلور بتعمل بلور من على الاحرف او فوق تحت. يعني ايه؟ يعني لو دوست موشن بلور كده، خلينا كده ده، بصوا الانجل بتاعتنا صفر، هتلاقي المسطرة مستقيمة، يعني هتلاقي يمين وشمال البلور بيظهر. بصوا ظهر من اليمين والشمال. طب لو خليت الانجل ده 90 هيظهر من فوق وتحت. تعالوا نزود كده، بصوا الفرق. الكلام ده بيتعمل على حاجات كتيرة جدا. ممكن تعمله على كاتب تكست مثلا وعايز تعمل شكل كويس. تعالوا نجرب كده مع بعض. نكتب مثلا كورس مثلا، وانا هعمل تحت منها مثلا شيب. الشيب ده يبقى لونه مثلا وليكن ده.
طيب انا مثلا ده مش عاجبني، بس انا عايز اخليه موشن بلور. هدوس موشن بلور وهزود دي كده مثلا. بصوا هتدينا افكت عامل ازاي. ده افكت كويس بتعمله معاك الفلاتر بتاعت فوتوشوب، تقدر تستخدمه في حاجات كتيرة جدا، منها الحاجة اللي انا بكلمك عليها دي. يبقى انا كده فهمت يعني ايه موشن بلور. اللي بعد كده البلور جاليري، في حاجات معينة بتتعمل بيها. يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن انا عندي حرف الايه، انا عشان بس ايه مش مجهز لكم استوكات. الحرف الايه ده مثلا وليكن ده حاجة انا عايزها تبقى واقفة على الارض. طيب انا دلوقتي عايز اعمل شادو تحت منها، هنزل تحت اللاير نفسه وهعمل نيو لاير من تحت هنا. دي القوائم دي هشرحها لك، بس خلينا الاول نعمل حتة الشادو. هنعمل نيو لاير وهنجيب الفرشة بتاعتنا البرش تول، وهاجي من الفرشة الفيدد هدوس عليها كده، هلاقي ان في دايرة هنا، هسحب الدايرة دي لفوق كده. تمام تمام. وهختار اللون اللي انا عايز اشتغل بيه، وليكن هو اللون الاسود، وهنخلي الفلو هنا 10%. ليه 10%؟ لانه لو 100%، بصوا هيبقى اللون بالشكل ده. انا مش عايزه بالقوة دي، لا انا عايز مثلا يبقى 10%، عشان لما اعمل شادو يبقى نازل خفيف بالشكل ده. كده انا فهمت يعني ايه شادو. طيب وليكن ده شادو كروكي طبعا كده. في التصميمات بتاعت السوشيال ميديا هتلاقوا في حاجات اجمد. الشادو ده انا عايزه احركه شويه، يعني انا عايز اعمل حاجه فيه اكبر. ممكن اخد من حرف الايه ده كوبي. ازاي بنعمل كوبي؟ هقف على اللاير اللي انا عايزه، هدوس كنترول حرف الجي هيعمل لي كوبي منه. طيب هدوس كنترول حرف التي زي ما احنا اتفقنا قبل كده، وهنسحب من فوق لتحت كده وانا دايس شيفت عشان اعكس اللون. طيب هنجيب بقى الفلتر بتاع بلور اللي هو التلت شيفت، وادوس اوكي. التلت شيفت بصوا زي ما انتم شايفين لما نزلناه هتلاقي الويندو دي ظاهره معاك. هسحب الويندو دي كده ايه، نقلل بس دي كده شويه، ونجيبها مثلا من هنا. بصوا ببدأ ايه، انا برفع فوق بتبقى باهتة خالص، لما بنزل تحت بيبدأ يقول لي ايه انت عايز تطبق الشادو منين. انا عايزه مثلا من اول هنا، ونقلل دي كده شوية، وندوس اوكي، ونقلل اوباسيتي. وليكن احنا كده عملنا زي شادو خفيف لإليمنت هنشتغل عليه. طبعا الحاجات دي في كورسات السوشيال ميديا هتلاقي فيها تفاصيل كتير. كده احنا فهمنا التلت شادو. طيب ايه تاني هنعمله؟ القايمة اللي تحت دي هنشرحها لك، وهشرحها لك واحدة واحدة. الاف اكس ده اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، لو انا بخش بلندنج اوبشن هلاقي الاف اكس هنا اهي. تمام. ده بدل ما بدخل على بلندنج اوبشن باجي ادوس من هنا كده مثلا واقول له والله افتح لي ايه، افتح لي الاستروك مثلا. هيفتح لي الاستروك على اللاير اللي انا واقف عليه. بصوا لا هنزود، بصوا الاستروك زاد ازاي. بدل ما ادخل كليك يمين بلندنج اوبشن، لا انا من هنا اقدر افتح الحاجه اللي انا عايزها طالما انا واقف على اللاير نفسه. دي بتعمل حاجه اسمها لاير ماسك. يعني ايه لاير ماسك؟ وليكن احنا هنسحب الصوره بتاعتنا اللي شغالين عليها. تمام. انا عاوز امسح جزء من الصوره دي، بس لما اكون عاوز ارجعه اقدر ارجعه تاني. يعني ايه؟ انا واقف على الصوره زي ما انا، هاجي ادوس على العلامه دي هيعمل لي اللون الابيض اللي اتفتح جديد، او اللاير ماسك اللي اتعمل جديد ده. اللعب كله هنا في الفرشه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا جايب اللون الاسود. اللون الاسود هنا معناه ان انا همسح من الصوره طالما هي لاير ماسك باللون الابيض، واللون الابيض معناه ان انا هرجع للصوره تاني اللي انا مسحته. نعمله تفصيلي. انا هنخلي الفلو 100%، وهمسح كده ايه اجزاء من هنا كده. انا مسحت الجزء. طب لو عايز ارجعه، لو دوست كليك يمين وديزابل لاير ماسك هيرجع لي الكلام تاني. هدوس انيبل هيمسحها لي تاني. طيب انا عاوز بقى ارجع حته بقى، انا شايف مثلا الحته دي ايه عايز ارجع فيها اللون تاني. هاجي من الجنب واخلي اللون الابيض هو اللي فوق وانا واقف على اللاير ماسك، وابدا اعمل كده. يبقى اذا كده بيرجع معايا الشيب تاني. الكلام ده بيبقى مطلوب جدا لما بنعوز نعمل مثلا، نعملها فعلي معاكم كده. نمسح الكلام ده. انا عاوز مثلا وليكن اخد الارض دي او الحتة اللي هي دي، الحتة اللي تحت، مش عاوز الحتة اللي فيها الفانوس والكلام ده. هاجي هنا
واعمل ديليت وكده اعمل لاير ماسك. في حاجه اسمها اعكس الماسك. يعني ايه؟ انا عملت لاير ماسك للشيب اللي انا شغال عليه. طيب انا الشيب ظاهر قدامي واقدر امسح منه. حلو، لو انا دوست كنترول حرف الاي وانا واقف على اللاير ماسك نفسه، هتحس ان الصورة اختفت. هي ما اختفتش، هي موجودة، بس هتظهرها ازاي؟ هتجيب الفرشة وهتجيب مثلا اي فرشة سواء الفيدد او العادية وتجيب اللون الابيض. بصوا، تبدأ انت ترجع الصورة زي ما انت عاوز. حلو جدا. انت لو جيت الاسود هبدأ امسح. يبقى انا كده فهمت القصة بتاعت اللاير ماسك ايه. نعمل حاجة حلوة، نجيب الفرشة الفيدد نكبر كده. انا مثلا وليكن عاوز امسح الجزء ده كله. طبعا انا لما بقلل فلو او اوباسيتي الموضوع بيبقى احسن، بس انا عشان عايز اختصر لكم في الوقت تبقى الدنيا واضحة برضو. احنا كده مسحنا وليكن اللاير ماسك، سيبنا الحتة اللي تحت دي. طيب انا شايف الحتة دي مقصوصة قوي، ما ينفعش نعمل فيها حاجة توضح لنا الفكرة اكتر؟ ينفع. تجيب البراش تول وتجيب الفرشة الفيدد وتخلي الفلو مثلا 10%، وتبدأ تظهر حبة حبة كده ايه على هادي زي ما بيقول. طبعا انت اللاير عشان فيه فانوس ففي حته ظاهره وحته ايه مش ظاهره، لكن لو حاجه عاديه هتلاقي الموضوع سهل معاك ومفيهوش اي مشاكل خالص. هتيجي من هنا برضو تعمل زي ريموفل كده عشان الموضوع يظهر معاك بس على انه طبيعي. يبقى انا كده فهمت يعني ايه اللاير ماسك. تمام. القائمه اللي بعد كده هي بتنزل لك لايرز جديده. يعني اللون هنا ابيض، لو انا دوست على سوليد، دوست عليها هنا وبعد كده دوست سوليد كلر، هينزل لي لاير جديد بلون. اقدر اغير اللون. هو نزل باللون الاحمر، دوست كليكتين وغيرت في اللون هيتغير معايا. يبقى دي فهمت معناها ايه. لما باجي ادوس هنا وادوس سوليد كلر هينزل لي السوليد كلر على الويندو كلها. تمام. هنيجي بعد كده للجريدينت. لو دوست عليها ودوست جريدينت هيطبق لي الجريدينت اللي موجوده في جريدينت فيل. يعني ايه؟ يعني انا نختار، دوس هنا كده مثلا ونختار اللون ده وليكن اوكي. هو نزل لي جريدينت على اللاير او عمل لي كرييت لجريدينت لوحدها، اقدر اغير منها براحتي على اللاير بتاعي من فوق. تمام. تمام. هنيجي للي بعد كده اللي هي الباترن اللي اتكلمنا عليها من شويه، بعمل نفس الفكره برضو على اللاير كله، نزلها لك في لاير جديد تمسحها مش هيتاثر اللي تحت منه بحاجه. بعد كده الكونتراست والليفلز والكيرفز والاكسبوش والحاجات دي كلها بتشتغل على الصورة. يعني ايه؟ يعني انا هجيب الصورة بتاعتنا وليكن دي الصورة اللي نشتغل عليها، نعمل لها ستريتش كده. لما بدوس هنا وبعد كده بدوس برايتنس، انا بقول له لو سمحت انا عايز يعني اعمل سطوع شوية في الصورة او افتحها شوية. لما باجي العب في المود ده من فوق، بصوا بتفتح وبتغمق معايا بالمنظر ده. الكونتراست برضو لما بزود او بقلل بيبهت وبيزود لي. يبقى اذا ده الحاجات اللي موجودة في الفلتر كاميرا رو، بس دي لوحدها. لو انت عاوز تنزل كل واحد لوحده اوكي. نمسح بقى البرايتنس، فهمنا هو بيعمل ايه. الليفلز بيشتغل على حاجة حلوة، بيشتغل ان هو يفتح لك الابيض يخلو لك ابيض زيادة، او انه يغمقه لك خالص. تقدر تعمل كده مثلا وتيجي من الجنب ده تعمل كده. بيلعب شوية على الليفلز بتاعت الار جي بي بتاعت الصورة نفسها. لو انا جيت من الجنب هنا غمقت، او روحت من الشمال لليمين هيغمق. لو انا جيت من اليمين للشمال هيفتح، وفي النص بينهم في درجات. فهمنا كده الليفلز بيعمل ايه. بعد الليفلز هنيجي للكيرفز. الكيرفز بنشتغل بيها على اننا نغمق الغامق ونفتح الفاتح. يعني ايه؟ انا عندي غامق، لو انا عايز انزل دي كده لتحت غمق لي الغامق زيادة. طيب نرجع كده ونرفع دي لفوق، هيفتح لك الحاجة الفاتحة بزيادة. دي اسمها الكيرفز، بتشتغل بيها على كل حاجة تقريبا. نمسح الكيرفز وبعد كده نيجي للاكسبوش. الاكسبوش بتعمل زي تظليم او بتسود لك اللاير اللي انت شغال عليه او بتبيضه لك للاخر. تمام. في منهم في النص طبعا حاجات درجة فتحان ودرجة غمقان اللي هي الاوفست والجاما. لو انا جيت مثلا عملت كده بتعمل لك، يعني بتبدأ تلعب فيها بطرق ما في البانل دي، بتدي لك افكت او بتدي لك شكل معين على الصور، بتشتغل على الصور. تمام. بعد الاكسبوش الفايبرانس لو انا نزلناها
بصوا هي بتعمل ايه. شايفين اللون الازرق او اللون البرتقاني اللي هنا؟ لما بزود اللون البرتقاني بيتشبع اكتر، لو انا جيت قللت بيخف. الكلام ده بيتطبق على باقي الالوان. يعني لو انا جيت عملت كده للاخر وزودت الساتيوريشن، انا هنا بقول له خلي لي الفايبرنس مثلا 70 او 80%، والساتيوريشن بتاع كل لون. لو انا قللت يبقى انت خفف لي اللون بتاع اللون ده، لو انا زود لي اللون اللي موجود. طبعا الكلام ده بتلعب فيه بنسب معينة عشان يطلع معاك الفاينل مظبوط. الهيو اند ساتوريشن لسه برضه كنا بنتكلم عليها، بس دي ليها ميزة اضافية. هنا في حاجة اسمها الكالر بيكر، او اللي بتاخد بيها اللون اللي انت عايزه. يعني ايه؟ يعني انا لو ما دوستش عليها ولعبت في الهيو هنا، بص هو بيطبق لك اللون على الصورة كلها، ايا كان بقى الصورة فيها اصفر فيها احمر مش فارق معاه. طيب لو انا دوست على الايد دي وبعد كده جيت عند مثلا انا شايف ان في لون برتقاني، لو انا عملت كده برتقاني مثلا وبدات ازود فيه شويه، بصوا اللي بيحصل ايه، البرتقاني بيزيد معايا. خدتوا بالكم؟ لو انا جيت تاني هنا وخدت مثلا الازرق ورحت مزوده ساتوريشن، بيزود الازرق بس، او الازرق اكتر. بص خففت، الالوان التانية ما اتضرتش معايا. يبقى انا كده عملت بيك للون معين. طبعا ان انت تغمقه وتفتحه دي حاجه بترجع لك من اللايتنس. كده فهمنا الهيو اند ساتوريشن. الكالر بالانس ده بيعمل بالانس بين الالوان كلها. لو انا جيت عند الازرق اديته هنا كده مثلا، وده كده ظبطته شويه، بيبدأ يعمل لك بالانس معينه بين الالوان اللي انت شغال عليها، ده قبل وده بعد. تمام تمام. بعد البالانس هتلاقي فيه البلاك اند وايت، ده لما بتنزله بيقلب لك الصوره كلها ابيض واسود، ايا كان اللون اللي فيها ايه بيقلبه لك ابيض واسود. بس عشان تتاكد ان هو ابيض واسود هتيجي عند الهيو اند ساتوريشن وهتقلل ساتوريشن للاخر. ظبطت معاك يبقى اذا اللون بتاعك مظبوط. بعد البلاك اند وايت هتلاقي الفوتو فلتر. الفوتو فلتر لو نزلته هتاخد لون واحد وما بيتاخدش بك، لا هتاخد لون من هنا مثلا، وليكن اللون، ناخد اللون زي ده كده مثلا. بصوا لما هنبدأ نزود هيزود لك اللون ده على الصورة كلها. شيلته مش هيأثر بحاجة، لكن لو عايز تضيفه شوية ما يضرش. تمام. طبعا بتبدأ تغير اللون زي ما انت عايزه ابيض ازرق اللي انت عايزه، وبناء عليه بتلعب في الدينست دي بتشتغل معاك بالطريقة اللي انت شايفها. وبعد كده التشانل ميكسر ده بتبدأ تغير فيه الار جي بي بتاعت الصور كلها، او الريد جرين بلو، يعني الاحمر بياخد احمر او بياخد اللون بتاعه بيتشبع، الاخضر نفس الكلام. تبدأ تلعب انت في تدرج الالوان دي عشان تطلع بفاينل برودكت مظبوط. بتيجي مثلا من هنا تختار اللون الاحمر، انا عاوز والله الاحمر يغمق او يفتح. لو خدت بالكم الازرق ما بيجرالوش حاجة. انا عايز مثلا ده اللون الاحمر، طيب انا عندي لون ازرق، طب الازرق ده احنا عايزين نغمقه، نغمق كده مثلا او نفتح كده. وبعد كده نجيب الاخضر مثلا ونخليه بالشكل ده. بتبدأ بقى تظبط الكونتراست زي ما انت عايز، بتبدأ تلعب فيه براحتك انت زي ما انت شايف. وبرضو كل الكلام ده بيتسطب او بينزل على الصور. باقي الحاجات او الحاجات اللي بقى بعد كده معظمها نفس الكلام، وبتشتغل بنفس النمط، ان هو بيعالج الصور من ناحية الالوان. وهتلاقوا فيه دروس احنا شارحين فيها معظم الحاجات دي، ولو محتاجين تفهموها اكتر برضو ممكن ننزلها، بس عشان ما نطولش في وقت الكورس نفسه تبقى انت اتفرجت على الفيديو ده مرة واحدة فهمت فيه كل حاجة. كده احنا شرحنا النهاردة التولز اللي هنا والتولز اللي تحت والبلندنج اوبشن اللي بنشتغل عليها، والتولز او القائمة اللي فوق بتاعة الفلترز والقائمات بتاعة الفايل والايديت والكلام ده. كده احنا يعتبر خلصنا التوتوريال بتاع النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو حابين فعلا النوعية دي من الكورسات اكتب لي او قول لي ايه الكورس اللي انت حابب نشتغل عليه الفترة اللي جاية. بننزل بول على اليوتيوب، عرفني من خلالها ايه اللي بنشتغل عليه او اللي انت حابب تشتغل عليه الفترة اللي جاية. وان شاء الله اكتر حاجة يجي عليها رد هيتعمل بيها كورس مجمع في فيديو او في فيديوهين كحد اقصى، تفهم منه الفكرة بتاعتك كلها ماشية ازاي.